مهما أنجزت شغل قد إيه الشغل بيفضل يتراكم برضه وبيفضل يزيد فوق بعضه. بقضي اليوم كله من الصبح لحد بالليل بحارب مع الإيصالات والحسابات، وقبل ما أحس لقيت نفسي قربت أوصل لل30. قدرتي على التعافي بقت بتضعف واحدة واحدة، وده حصل وأنا ماشي مروح بعد ما اشتغلت في يوم إجازتي. فجأة سيشيرو كوندو سمع صوت ست بتصرخ، فجرى ناحية الزقاق وشافها بتترجى لأي حد علشان ينقذها، وكان في بوابة غريبة كانت بتسحبها لجوه، وهو جرى ومد إيده ولما صوابعهم لمست بعض كل اللي فضل منهم هي الشنط بتاعتهم بس. فبعد كده جنب البنت والناس اللي حواليهم لابسين لبس من العصور الوسطى كانوا بيزعقوا ويهللوا لنجاح استدعاء القديسة المقدسة بتاعتهم. سي أخد باله من راجل كده عيونه بنفسجية وبصيته باردة شوية. الأمير يوريوس مد إيديه وقال للبنت إنهم كانوا مستنيينها، أما سي فاستدعى بالغلط كنتيجة جانبية بس. حسب كلامهم دي كانت مملكة روماني موطنهم ومكان لغابة اسمها غابة الشياطين، والغابة دي كان فيها أرواح شريرة كانت بتثور مرة كل 100 سنة وكانت بتنشر وباء، والشخص الوحيد اللي يقدر ينقيها كانت القديسة المقدسة اللي هم استدعوها، واستخدموا كل معرفة المملكة علشان يعملوا تعويذة استدعاء من عالم موازي. ورغم انهم اعتبروه فعل إلهي اعتذروا لسي لأنه جه في الموضوع غلط، وقال انهم هيتحملوا المسؤولية كاملة. رئيس الوزراء أمرهم إن هم يوفروا له الأكل واللبس والسكن اللي يحتاجه، وسألوه لو في حاجة تانية يتمناها. بس سي لما سمع إنه ممكن يعيش حياته من غير ما يعمل حاجة حس إن ده حلم فعلا ممكن يرتاح طول عمره بالطريقة دي. لكن رغم كده طلب منهم إنهم يسمحوا له يشتغل، لأنه بعد 7 سنين كموظف شغال في المجتمع عقلية عبد الشركات اتزرعت جواه تماما، وما قدرش ما يطلبش منهم إن هو يقعد كده بدون شغل. وهناك عاش في سكن الموظفين اللي فيه كتير من خدم القصر، وفي الآخر اشتغل في قسم المحاسبة الملكي، وكان بيتساءل لو مهارته هتنفع في العالم ده وهيعرف يساعدهم فعلا في الحسابات. وهو مدد كان بيتمنى للبنت تكون بخير، وهنا سمع خبط على الباب، واللي كان واقف هو بلانك. رئيسهم بعته علشان يجيب لسي شوية أوراق وهدوم، وبلانك كان ودود جدا وكان شبه كلب جولدن ريتريفر في تصرفاته، وقرر يناديه بسي لأن اسمه الحقيقي كان طويل شوية. احنا كمان هناديه بسي. كانوا بيستخدموا الأرقام العربية هنا، والكلام كان بيترجم تلقائيا، فسي قدر يقرأ بسهولة الأرقام. وفجأة قرب منه الشاب الوسيم اللي شافه قبل كده وسأله هو بيعمل ايه هنا بالظبط. سي شرح له انه مستني حد من قسم المحاسبة الملكي، وبلانك جرى ناحيتهم واتصدم لما شاف القائد أريش بنفسه واقف هنا. أريش تنهد وبص لسي وعيونه وسعت وبعدها مشي بسرعة. بلانك قال ان عمره ما شاف قائد الفرقة الملكية الثالثة من قريب قوي كده، وتساءل لو يمكن أريش يكون قلقان ولا حاجة لانه سي جاي من عالم تاني، وبيقول انه أريش قاسي جدا بس يمكن عنده جانب طيب برضه. وشرح ان الفرقة الثالثة مليانة فرسان نخبة يقدروا يستخدموا السحر والسيوف مع بعض، لكن القائد أريش كان مستوى لوحده ووسيم وقوي وابن حد من عيلة نبيلة جدا، عبقري نادر بقى قائد فرسان وهو صغير جدا في السن. وهنا بنتعرف على رئيسهم هيلمت، وخدهم لقسم المحاسبة وبدأوا الأول بشرب الشاي، وبسرعة جاء وقت الغداء فراحوا الكافيتيريا. وبالليل لما الكل بدأ يمشي سيد صدم وما بقاش مصدق، كل الناس بدأت تمشي فورا أول ما وقت الشغل خلص. يا عيني عليه ما كانش مصدق، واضح كده إن عنده متلازمة الموظف فعلا. ورئيسهم هيلمت قال له إن بكرة أجازة فياخد وقته ويشتري اللي يحتاجه من المدينة، وكمان اداله مرتبه فورا. تاني يوم بلانك اخد سي علشان يتسوقوا مع بعض. بلد غريبة وعملة غريبة وكل حاجة فيها مختلفة، وسي لاحظ أداة ليها علاقة بالحسابات وقرر يشتريها. ولما بص على الأقلام بلانك قال له إن المكتب بتاعهم مليان أقلام، بس سي كان عايز قلم خاص بيه واختار قلم بحبر سري. القلم مش بيكون يحتاج يتعبى ورغم إنه غالي، بس قال لنفسه لازم يشتغل بجد علشان يوفر فلوسه ويشتريه. تاني يوم الموظفين اتصدموا لما لقوه جاي بدري وبينظف المكان. بلانك سأله لو نام كويس، ورغم انه قال الهالات السوداء كانت تحت عينيه بتقول عكس كده تماما. وبلانك اداله منشط غذائي علشان ينام احسن، وبعدها اتقال له ان القديسة عايزة تقابله. الامير يوريوس وبخه فورا علشان اتأخر، لكن هي قالت انها طلبت حضوره فجأة. وهم قاعدين بيتكلموا سي سألها هي ناوية تعمل ايه بعد كده، فقالت بكل حماس انها عايزة تقوم بدورها كقديسة في المكان ده لان ناس كتيرة في المملكة بتعاني من اللي حصل وهي الوحيدة اللي تقدر تساعدهم. فجأة الامير اتنادى لاستدعاء عاجل من والده وساب المكان لأريش. سي قال للقديسة ان الاحساس بالعدالة كويس بس لازم تفكر في وضعها والظروف اللي حواليها بغض النظر عن واجبات القديسة، بس هي اتخطفت واستدعت لمكان غريب علشان تخدم شعب اول مرة تسمع عنه في حياتها، ونصحها تفكر كويس قبل ما تقرر اي حاجة. وهي افتكرته انه بيقول لها ترفض المساعدة، بس هو كان يقصد تفهم اللي
بيحصل الأول لأنها مش عارفة مخاطر كونها القديسة، وممكن اللي بتعمله ده يؤدي لموتها. بس القديسة سألته إزاي يقدر يكون بارد كده، فرد بمنطق إنهم مش متأكدين إن الكلام اللي اتقال لهم ده حقيقي أصلا. بصراحة طريقته المنطقية كانت حلوة جدا، بس البنت اتضايقت وقالت إن طريقة تفكيرهم مختلفة تماما، وإنها هتعمل أقصى جهدها علشان تنقذ الشعب ده، وده تفكير عاطفي تقليدي. الناس دي نواياها كويسة بس ممكن تأذي غيرها من غير قصد، وعلشان كده محتاجين ناس عقلانية زي سي علشان توجههم. بالليل وهو في السرير سي فكر إن مسؤولية الكبار إنهم يوجهوا الصغار، بس ما كانش متوقع إنها تسمع كلام واحد زيه. الصبح بقى صحي بطاقة رهيبة، وحتى بلانك كمان خاف من الطاقة دي. واضح إن المنشط اشتغل جامد قوي. المنشطات دي من صنع صيدلي ماهر بيعملها للفرسان. وبعد الشغل سي اشترى 10 زجاجات، وأثناء دخول المحل دخل عليهم القائد أريش ونائب القائد رودا سأل بسخرية قسم القمح بيعمل ايه هنا؟ والراجل اللي جاي بالغلط مع القديسة ده ايه اللي جايبه هنا؟ وبيقول مع انه جاي من عالم تاني بس شكله عادي جدا ومش مميز. وسي مشي فورا بعد الكلام ده، وأريش قال له ان رئيس الوزراء حاطط عينه عليه. سي ما فهمش المقصود من كلام أريش، وافتكر يعني ان ممكن يكون شايفه بعين دونية زي نائب القائد رودا ده. مديره هيلمت اتفاجئ لما سي طلب منه مهمته الجديدة. بلانك انبهر بسرعة شغله مع انه بيستخدم الأداة البدائية اللي هو اشتراها من السوق. سي ما كانش قلقان من التعب لانه طول ما عنده المنشطات دي مش هيتعب مهما اشتغل. وفجأة لاحظ مشكلة في طلب ميزانية، الارقام ما كانتش مظبوطة، وكمان الفرقة الثالثة قدمت 3 طلبات متطابقة لتكاليف التدريب، لكن المبالغ كانت مختلفة. رئيسهم هيلمت قال لهم يسجلوا كل حاجة كمصاريف تدريب، فما فيش مشكلة لو الارقام اختلفت. وده ضايق سي جدا ومنعه انه يختم الموافقات على الارقام من غير ما يراجع الارقام دي مراجعة دقيقة. وقتها فهم ليه اسمهم قسم القمح، لانهم بينفذوا اي حاجة الفرقة الثالثة بتقولها. قسم المحاسبة كان مجرد اسم، بس الحقيقة انهم كانوا بيشتغلوا زي ما الطبقة العليا تصرف ضرائب الدولة براحتها. سي عرف ان النظام هنا مش هيمشي من غير توازن، لازم توازن بين الدخل والمصروفات، ولازم يعرف العجز بيتغطى ازاي. وقرروا يراجعوا اي طلب ناقص من غير تفسير مكتوب. رودا اشتكى لأريش ان طلبات الميزانية بقت تترفض على طول، ولما عرف السبب انهم قسم القمح سكت فجأة. القديسة جريت ناحية أريش، وكبير المحاسبين نبهها ما تجريش في الممرات، وهي اعتذرت واتكلمت شوية عن دروسها، وقالت ان المدرس مخيف وانها هتجتهد اكتر لو كان حد لطيف وهادي زيه. يعني كانت عايزة أريش هو اللي يدرس لها. رودا اتصدم جدا انها بتقول كده عن رئيس وزرائهم القاسي قوي. سي بعد المراجعة اكتشف ان العجز كله يقدروا يغطوه من حسابات اللي بيصرفوها في مواجهة غابة الشياطين. الارواح بتظهر كل قرن، فبقوا متعودين يصرفوا بقدر كبير جدا على الموضوع ده. لو الارواح دي انتشرت ولوثت النباتات والحيوانات والبشر، الدخل الضريبي هيقل وخزينة المملكة هتفضى نهائي. وواحد من مطبقين الحسابات دخل يزعق على سبب رفضه لطلب جديد والتوقيع عليه، وجالهم واحد تاني وقال ان في مشكلة، الارواح ظهرت فعلا. وسي ركز اكتر واشتغل باقصى طاقته. وفي اجتماع رئيس الوزراء كبير المحاسبين قرأ التقارير بتاعه سي عن الفرق بين دخل الدولة ومصروفاتها خلال 20 سنة، وكمان الخسائر المتوقعة لو ضرر الارواح الشريرة دي حصلت. وسأل هيلمت عن التقارير. مطبق الحسابات ده لسه عمال يجادل سي. كبير المحاسبين جاء وعرض عليه منصب رسمي وكبير جدا. سي اتوتر جدا لان الراجل ده شبه رئيس وزراء اليابان، يعني حاجة كبيرة قوي، وهو عينه مساعد مدير قسم المحاسبة الملكي بسبب تقاريره الممتازة. معلوماته وكتاباته كانوا مثاليين، لكن سي كان زهقان من المناصب الإدارية دي وعايز يشتغل شغل من غير مسؤوليات للمتعة فقط. لكن رئيس المحاسبين لاحظ ان عنده خبرة إدارية فعلا، وزمايله هنوه بعد كده لانه بقى رئيسهم الكبير. وبالليل خرج يشتري منشطات تاني لانها خلصت منه، واول ما شرب جرعة قلبه نبض بقوة ووقع على الارض. وفي اللحظة دي أريش لقاه في الصيدلية. صاحب المحل قال لأريش ان في مندوب قصير جه النهارده. أريش ما كانش فاهم يقصد بيه بالظبط، لحد ما الراجل وصفه بالموظف ابو نضاره والهالات السوداء المرعبه اللي تحت عينيه. تعالوا نرجع بقى للي حصل لما أريش لاحظ اعراض الجرعه الزايده على سي. أريش استخدم سحر الشفاء علشان يعالجه، لكن صدر سي فجأة سخن بسبب مرض السحر، وده حصل لأنه جاي من عالم تاني. أريش كان عارف إن مفيش حاجة كويسة بتيجي من التورط مع ناس من عالم تاني، بس ما كانش عنده اختيار دلوقتي. لما سي فاق أخيرا لقى أريش فوقه وقميصه مفتوح. كانت عملية علاج غريبة فعلا. لحسن الحظ أريش قدر يهدي الأعراض بتعويذته القوية. سي ما كانش فاكر أي حاجة حصلت، وكمان الموقف خلاه ما يقدرش يفكر كويس.
القائد أريش شرح إن سحره كان قوي زيادة على ساي، وعلشان كده حصل مرض السحر ده، ومن دلوقتي لازم ياخد موافقة ساي قبل ما يستخدم سحره عليه تاني، لأن بالوضع ده ممكن يموت من ضغط السحر القوي. العلاج بيعتمد إن المريض يتأقلم على السحر مع المعالج. وبالرغم من ان سي ما كانش فاهم حاجة خالص، بس ما كانش عايز يموت، خصوصا يعني بسبب انه لسه عنده شغل ما خلصهوش لحد دلوقتي. الراجل ده محتاج فعلا حياة بعيدة عن الشغل. وبعد ما وافق أريش قلع هدومه، وكانت طريقة العلاج غريبة فعلا. ولما صحى تاني يوم سي حس انه كويس نفسيا وجسديا، وبص في الساعة واكتشف انه اتأخر على الشغل. وقبل ما يجري علشان يلحق يروح شغله وعد نفسه يشكر القائد بعدين لانه انقذ حياته يعني وكده. أريش اتضايق جدا خصوصا بعد اللي عمله عشانه امبارح. وهو بيشتغل سي حس بألم في اسفل ظهره، لكن دماغه كانت صافية وحالته كانت كويسة واحسن من المعتاد. بس افتكر احداث الليلة اللي فاتت وبسرعة طرد الافكار دي من دماغه. مش كل الناس تقدر تستخدم السحر، وعشان كده الفرقة الثالثة الملكية كان ليها نفوذ كبير في القصر اللي أريش منهم يعني. وقتها استوعب ان القائد أريش استخدم سحره الثمين علشان ينقذ حياته. طيب ساي رد الجميل ازاي؟ انه جرى من الأوضة الصبح وساب الراجل اللي قضى معاه الليل من غير حتى ما يشكره ولا حتى علبة حلويات مثلا. مفيش اي حاجة تكفي علشان يعوض القائد أريش على اللي عمله معاه. وهنا ساي راح سأل بلانك ايه الطريقة المناسبة للاعتذار لشخص اعلى منه مقاما. بلانك قال له ان أسوأ الاحتمالات انه يتحبس في السجن، لكن بما انه ضيف مميز من عالم تاني فهو آمن. بعدها سأله عن الأسعار المتعارفة عليها للعلاج بالسحر، وبلانك قال له لازم يدفع بعملات ذهبية على الأقل حوالي 2.5 مليون ين، وده رقم كبير جدا على سي المسكين. وسأل لو ينفع يقسط. وخلال دروس السحر يو القديسة سألت أريش هو ليه قرر يبقى فارس، لكنه رفض يجاوب على أسئلة ملهاش علاقة باللي هي بتدرسه، وكان مش فاهم ليه تفكير القادمين من عالم آخر مختلف قوي كده. أيوة صحيح هي كانت القديسة، لكن ما عندهاش خبرة في أي حاجة ولا حتى في استخدام الطاقة السحرية، ومع كده مفيش أي إحساس بالعجلة قدامها، تصرفات مراهقة عادية خالص. وكمان أريش كان متضايق إن سي سابه علشان الشغل. بعدها راح لمكتب سي وسحبه معاه علشان يقابل سيرو مدير الهيئة الطبية. أريش شرح إن سي قرب يموت بسبب جرعة زايدة وعلشان علاج السحر اللي عملوا عليه المرة اللي فاتت. وبعد مراجعة السجلات مدير الهيئة الطبية استغرب جدا لأنه فحص يوة القديسة قبل كده وما كانش عندها أي مشكلة. أريش شك إن سي ما خدش البركات اللي يوة القديسة حصلت عليها أثناء الاستدعاء. المفروض بيتم الفحص على أي حد جاي من عالم تاني علشان يتأكدوا على صحته. سي بدأ يفهم وضعه إن المملكة ممكن تهتم بيه ظاهريا، لكن مش هيفرق معاهم لو مات يعني. والطبيب افترض إن جسمه ما فيهوش مقاومة تقريبا لأي حاجة، وده بسبب الجرعة الزايدة اللي هو خدها. بس لو ياكل أكل صحي المفروض الأعراض دي كانت تظهر عليه. ولما الدكتور عرف النوع اللي ساي بياكله من ساعة ما وصل لهنا اتصدم جدا. هو ازاي عايش أصلا؟ أي لحمة كانت بتسبب له عصر هضمي، كمان نمط حياته غير صحي وقلة نومه خلوه يفتكر ان ده الطبيعي. حتى الدكتور حس ان في حاجة غلط في دماغ الراجل ده واستخدم تعويذة فحص سحرية. وسي انبهر قوي لانه اول مرة يشوف السحر وهو بكامل وعيه، كانت حاجة زي الأشعة المقطعية. وبعد الفحص أريش مسك إيديه علشان يساعده يتأقلم مع الطاقة السحرية دي، وفضلوا كده شوية. الدكتور أكد أن مقاومة سي للسحر تقريبا تساوي صفر، لكنها هتزيد تدريجيا، ولو ركز على الأكل الصحي هيعرف ياكل أي حاجة بطريقة طبيعية. والأدوية القوية اللي هو كان بياخدها دي ممنوعة تماما. سي اعترض لأن المنشطات دي كانت بتخليه أحسن، لكن الطبيب قال أن جسمه مش قادر يستحملها خلاص. يعني الحاجة الوحيدة اللي كانت مفرحة سي في العالم ده اتحرم منها خلاص. سي كان مستعجل عشان يرجع للشغل، لكن أريش راح معاه الكافيتيريا وملى طبقه بالأكل المناسب. الكل اتفاجئ ان القائد بتاعهم بيهتم بحد بالطريقة دي، لكن سي ما قدرش يخلص الأكل بتاعه، وهو قال له يركز على اللحمة والحبوب علشان يقوي جسمه. ولما رجعوا المكتب بلانك طمنه وسأله لو أريش هو اللي أنقذه. سي شرح ان القائد أريش أنقذ حياته امبارح فعلا، وكمان كان قلقان عليه النهارده جدا. وبلانك اندهش انه ما تعاقبش لحد دلوقتي بسبب كل المشاكل اللي عملها دي. سي حس انه لازم يعتذر ويعوض أريش،
لكن الأول لازم يخلص شغله، ولاحظ تضخم أرقام تاني فرفض الطلب بتاعه، وكان بيراجع ميزانيات الأقسام ويحسب المصاريف وسط شكاوي مستمرة، وكل ده كان بيضيع وقته في الشغل. حتى اليوم بكبره ما كانش مكفي علشان يخلص شغله، لكن لو كان عنده المنشطات دي كان هيقلل نومه وينجز أكتر بكتير. بس لما فهم إنها قوية زيادة فكر يطلب حاجة أخف منها شوية من الصيدلية المرة الجاية. وهنا أريش دخل المكتب وهو متضايق، إزاي يعني سي لسه بيشتغل متأخر لحد دلوقتي؟ وغضبه كان واضح عليه لأن سي مش مهتم بتعافيه. السبب الوحيد إن هو كويس دلوقتي إن أريش خلاه يتأقلم مع سحره. وسي بيقول خلاص مفيش مشكلة، أنا أخد الجرعة بتاعتي وأنت تساعدني أتعافى بالسحر. أريش ما صدقش إنه بيفكر كده أصلا، وسحبه بره المكتب وسي وعده إنه هيروح، بس كان عايز ياخد كام ورقة معاه كده علشان يشتغلهم في البيت. لكن أريش طلب منه يغير هدومه وراحوا المطعم، وأريش خلاه ياكل أكل كتير تاني. سي شكره على امبارح واعتذر عن تصرفاته الصبح. أريش وبخه علشان السهر في الشغل وقال له إنه مش فاهم هو ليه بيشتغل كل ده أصلا. المملكة كده كده ضمناله العيشة بتاعته، مفيش داعي يرهق نفسه كل يوم. سي قال يمكن علشان يثبت نفسه ويثبت قيمته لنفسه. أريش اتلخبط من الرد ده، لكن سي قال إنه بيرتاح وهو بيشتغل. القائد قال إن مفيش فايدة من الشغل لو هيدمر صحته، وسي من النوع اللي بيندمج في الحاجة جدا وهو بيعملها، لكنه وعد يهتم بصحته أكتر. أريش اتضايق وهو باصص له وكان فيه إحساس مش قادر يفسره. دي كانت تالت مرة أريش يتولى فيها موضوع غدا سي، وفوق ده كمان القائد كان بياخده للفناء بعد الأكل وما كانش بيسمح له يمشي غير لما تنتهي استراحة الغداء بالكامل. ونفس الكلام كان بيحصل في العشاء، سي كان بيتاخد بعد الشغل وأريش يعزمه على أكلة حلوة ويقضوا وقت هادي سوا. وحتى دلوقتي القائد قدم له كوباية الشاي، النكهة المفضلة عند سي. سي يستغرب ليه شخص مهم بالشكل ده مهتم بيه زيادة عن اللزوم، لكن بالشكل ده مش هيعرف يخلص شغله، وما كانش قدامه غير حل واحد إنه ياخد الشغل للبيت. بس الموضوع ما كانش سهل. أريش كان مستنيه بره بعد الشغل وشاكك إنه ناوي يعمل حاجة، لكن سي وضح إنه مش من النوع ده خالص اللي بيضيع طاقته في صراعات ملهاش لازمة. وأثناء العشاء قال إنه عايز يرد الجميل للقائد اللي أنقذ حياته اليوم اللي فات. بس أريش قال له إنه مش عايز أي حاجة خالص، لكن سي حس إنه لازم يعمل حاجة علشان يشكره. أريش كان عايزه يقضي يوم الأجازة نايم، لكن سي ما كانش ناوي على كده خالص. هو كان عايز يروح المكتبة علشان يتعلم أكتر عن العالم ده. القائد قال له إن الراحة أهم، وكمان حذره ما يشربش المقويات دي تاني. سي ابتسم ووعده إنه مش هيعمل كده، خصوصا بعد ما كان قرب يموت أصلا. عينين أريش وسعت لما شاف ابتسامته، حس إن ابتسامة سي بتخفف التعب اللي ظاهر عليه. لكن بعد العشاء مباشرة مسكه وهو بيحاول ياخد مقوي تاني. الراجل ده بقى مدمن حرفيا. سي حاول يبرر إنه بس بيدور على بديل أخف شوية، لكن أريش ما صدقهوش وقرر يأمر المتجر إنه ما يبيعلوش أي حاجة تاني مهما حصل. صحيح إن أريش كده بيستغل سلطته، بس ده علشان مصلحة سي. بس سي اتلوى من الألم بسبب الصداع الشديد، فالقائد أريش استخدم لحن الشفاء علشان يريحه وقال له إنه كده كفاية للعلاج. سي كان عنده تجارب عاطفية قبل كده، لكن علاقته مع أريش كانت غريبة جدا حتى لو هو في عالم تاني. في الأول افتكر إن أريش مش بيعرف يسيب حد هو ساعده قبل كده، لكن أحداث امبارح خليته يعيد التفكير. بس شال الفكرة من دماغه تماما وبدأ يفكر أكتر في الأرواح الشريرة اللي بتيجي من غابة الشياطين ببطء شديد، وإن لسه بدري قوي على يوى القديسة إنها تتبعت هناك قريب وتخلص الموضوع. وما كانش عارف يعني هو التطهير ده هيحصل من مرة واحدة ولا كام مرة بالظبط، وهياخد وقت قد إيه. وفي كل الأحوال هو محتاج معلومات أكتر. في الشغل طلب منه مراجعة ميزانية جديدة من الفرقة الملكية الثالثة، وهو رفض بدون تفكير، وكان عايز يبدأ يجمع معلومات بس لسه مخلص نص شغله حتى، واضطر يأجل الموضوع علشان كبير المحاسبين طلب يشوفه. كان عايز يعرف رأيه في خطة الميزانية اللي عملها، لأنه بيشوف إن طريقة تفكير ساي مميزة جدا، رغم إنه معترف إن ناقصه خبرة في بعض الجوانب المالية. بس ده طبيعي جدا. كبير المحاسبين لاحظ إن ساي ما سألش عن البنت القديسة، واستغرب يعني إذا كان ما كانش قلقان عليها. سي سأله هو انت يعني لو اتنقلت من عالم تاني غصب عنك وقابلت طفل من بلدك عمرك ما شفته هتعمل ايه؟ كبير المحاسبين قال طبيعي هيحاول يحميه لو هو يقدر يعمل كده. وسي قال انه نفس الشيء بالنسبة له لو كان عنده الامكانيات يعني، بس يوى القديسة اهم للمملكة منه وكمان تحت حماية قوية. كبير المحاسبين اعجب بعقلانيته وتفكيره الجميل، وكانت مناقشتهم دايما مفيدة ليه، ووعد يناديه تاني لو احتاجه في اي حاجة. وهنا سي رجع لشغله وقرر يفوت الغداء لانه شرب شاي خلاص، وفجأة وقع من
الألم وقت ما قريش دخل عليه، ولما فاق بفضل علاج القائد شرح له إنه أوراق الشاي هي كمان غلط عليه، ومن دلوقتي ممنوع يشرب أي حاجة مش محددة منه هو شخصيا، يعني حتى الشاي بقى ممنوع. وفي العشاء ما كانش مبسوط بالأكل خالص، لكن بفضل قريش خرج من الشغل في ميعاده تاني. ومع ذلك سي لسه مش فاهم ايه طبيعي في المملكة دي، وعلشان كده كان عايز يتعلم أكتر، لكن ساعات شغله كانت مرهقة جدا. وبما إنه مدير قريش اقترح عليه يوزع المهام على الموظفين، لكن سي شاف إنه كونه مدير معناه إنه لازم يعمل كل حاجة بنفسه. بس قريش بيقول إن هو دايما بيسيب كل حاجة للنائب بتاعه ومفيش مشاكل، وده فسر له ليه عمره ما اتكلم عن الميزانية. سي حس إن الفرق بينهم بسبب اختلاف المناصب والقيم، هو قائد نبيل مش هيقدر يفهم قيم شخص عادي زيه، وكمان جاي من عالم تاني. بس قريش سأله هو انت ليه عندك هوس بالشغل قوي كده؟ ليه بتحاول تعمل كل حاجة لوحدك حتى لو ده بيهدد حياتك بالمقويات؟ سي رد ببساطة انا بشتغل لان في شغل لازم يتعمل. لكن قريش ما اقتنعش بالإجابة دي، هو عارف ان سي بيخلق شغل من العدم اصلا، وسي ما انكرش ده وقال ان مالية المملكة في حالة سيئة جدا ولازم النظام يتراجع ويتطور بالكامل. واول مرة قريش اصلا يعرف الكلام ده. ولما سي قال له ان ده طبيعي جدا لانه عمره ما اهتم بالامور المالية، القائد اتعصب جدا وقال ان اسلوبه في الشغل بيأثر سلبا على اللي حواليه، وان المفروض لما المدير يشتغل شغل اضافي طول الوقت ده بيضغط على الموظفين ويخلي بيئة العمل متوترة. الكلام ده اثر في سي ووعد انه هيحاول يتغير، لكن واضح انه ما كانش ناوي فعلا. بعد العشاء سي سأله هو ليه عمره ما جاب حد للمطعم ده. قريش شرح ان المطعم ده اسسه طباخ قديم، الطباخ ده كان شغال في قصره، وكمان قريش بيعتبر ان ده مخبأه السري، علشان كده ما قالش لحد من الفرقة الثالثة عنه. تاني يوم كلام سي فضل شاغل دماغ تفكير قريش، ولاحظ ان في 2 من الفرسان مش موجودين في شغلهم. حتى اثناء تدريبه مع يوة القديسة كان سرحان في كلامه، ولما خلصت مهمتهم اتأكد انها تقدر تتعامل مع غابة الشياطين وانها عندها طاقة سحرية وصحتها كويسة. وبعدها حس انه كان بيقارنها وان اللي محتاجه دلوقتي اكتر هو سي، وخلص الدرس وكان ماشي. بس هي طلبت تتغدى معاه، بس قريش قال لها انه ناوي يروح يتغدى لوحده في قاعة الطعام. يوة القديسة راحت هناك برضه واتفاجئت بوجوده مع سي، وقعدوا 3 على نفس الترابيزة ومعاهم بلانك اللي اتسحب غصب عنه يا عيني. لما شافت سي بيشتغل حتى وهو مش مضطر هزرت معاه وقالت له يا عبد الشركة. هي ما كانتش تقصد الإساءة ولا حاجة، لكن سي حس بحاجة مرعبة طالعة من قريش واتوبخ لأنه سايب الجمبري في الطبق ومش بياكله. وقريش شرح ليو القديسة ايه السبب اللي مخلي قريش مسؤول عن أكله، وهي زعلت جدا إن سي مش قادر يستمتع بالأكل زيها، وسي ادعى إنه مش فارق معاه. لكن قريش كشف كذبه وقال لها إن رد فعله مع الأكل اللي بيحبه واللي ما بيحبوش مختلف تماما، وكان واضح عليه الحنان وهو بيحكي قد إيه إن سي بيحب اللحمة لأن عينه بتكون واسعة وهو بياكلها. بلانك سأل ليو القديسة هي الطرق في عالمكم بتتحرك لوحدها، وهل فعلا الناس تقدر تعدي البحر وتطير بطاقة في رجليهم؟ واضح إن سي كان بيرد عليه بأي كلام. الشيء الوحيد اللي أكدته هي إن البنات بيلبسوا جيبات قصيرة فوق الركبة، وده خلى بلان يسكت خالص. أحد حراس يو القديسة اتهم سي إنه واقع في حبها وإنه جه العالم ده علشان كان بيطاردها، لكن سي وضح إنه مش مهتم بحد أصغر منه. والكلام ده وقع تقيل على قلب قريش لأن سي لسه مكمل 30 سنة وقريش عنده 22 بس. وبلاك لما عرف إن عيد ميلاده لسه كان من قريب سأله هو بيحب إيه، وعرض عليه يجيب له المقويات اللي هو كان بيحبها، وسي كان هيفرح لكن قريش رفض تماما. يو القديسة قالت له طب خلاص أنا هعالجك بسحر الشفاء، لكن قريش خطفه بسرعة وأكد إنه الوحيد المسموح ليه إنه يلمسه. وفي مخزن قريب قريش فعلا عالجه وفكر يحط عليه حاجز سحري، لكن ده محتاج طاقة كبيرة وجسم سي لازم يتأقلم مع السحر ده كله. تاني يوم رودا لاحظ إن الورق على مكتب قريش قل بكتير. معقول القائد كتب بنفسه المسودة بتاعت الحملة الجاية؟ هو اللي عمل كل ده بنفسه؟ ده شيء صعب التصديق. وبعدين قريش سأل النائب بتاعه رودا ليه ممكن حد ما يهتمش بشخص أصغر منه. معقول الكلام ده؟ هو قريش دلوقتي بيسأله عن الحب. رودا قال له إن فرق السن الكبير غالبا بيخلي القيم والعقول مختلفة، ورودا كان هيموت ويعرف هي مين البنت دي اللي قريش واقع في حبها. في مكان تاني سي قابل كبير المحاسبين اللي قالوا إن تدريب القديسة وصل لمرحلته الأخيرة وبيخططوا يفحصوا غابة الشياطين قريب، لكن الفرقة الملكية الثالثة والأمير الأكبر معترضين على القرار ده. فكبير المحاسبين معتمد على سي علشان يحسب تكلفة مواجهة الغابة ومصاريف الحملة، لأن كل تأخير هيكلف
هتكلف وقت وفلوس اكتر، واتفقوا على كل حاجه ومشي وسابه. ومن غير ما سي يحس شخصين قربوا منه ببطء وهو سارح في تفكيره، وفجاه اتضرب وفقد الوعي تماما. كبير المحاسبين افتكر انه نسى يدي سي حاجه، فرجع يدور عليه تاني. كان عايز يقوله انه شايفه كفاءه جدا علشان يديله صلاحيات يشتغل بشكل مستقل لوحده وينفذ الاوامر بتاعته. وهنا كبير المحاسبين سمع انين طالع من باب قريب، ولما دخل اتصدم لما شاف سي متبهدل ومليان كدمات. في نفس الوقت رودا سأل أريش عن نوع الشخص اللي مهتم بيه. أريش بدأ يفكر في شخصية سي، راجل جسمه ما عندوش أي مقاومة ومع ذلك مصر يرهق نفسه في الشغل، وكمان مش بياكل كويس وبيحاول يهرب وياخد مقويات طول الوقت. دلوقتي لما فكر في الموضوع شافه مزعج ومستفز جدا، لكن رغم كل ده مش قادر يسيبه لوحده. إحساس حلو ووحش في نفس الوقت. رودا اتأكد إن دي أول مرة يشوف رئيس الوزراء بتاعهم بيقع في الحب فعلا. أحد أفراد القسم الطبي الملكي دخل وشرح لأريش كل اللي حصل لسي، ومن غير تردد أريش جرى يدور على سي. بينما سي نايم على السرير، سيرو الطبيب حاول يشرح لكبير المحاسبين إن في شخص واحد بس يقدر يعتني بيه ويعالجه، وعلشان كده الطبيب ما يقدرش يعمل ده دلوقتي، أو بالأصح الأفضل إنه ما يعالجوش. طبيعة جسم سي الغريبة مرتبطة بعلاقته مع أريش، والطبيب سيرو ما كانش عايز يقول ده باللفظ عشان ممكن رأسه تنفصل عن جسمه دلوقتي. وكبير المحاسبين قال إنه سمع إن في ناس كتيرة قوي بتكره سي، بس مش بيكرهوا يوه القديسة بتاعتهم. وهنا الدكتور اتوتر جدا لأنه لو معالجش سي كبير المحاسبين هيغضب منه خالص، وده صاحب أقوى نفوذ سياسي في المملكة، ولو عالجه هيغضب منه أقوى قائد عسكري في المملكة برضه اللي هو أريش. واتحط بين نارين، فقرر يكسب وقت ويماطل شوية. وقبل ما كبير المحاسبين يقترح معالج تاني يعالج سي، أريش دخل فجأة، وبمجرد ما شاف سي طلب من الكل يخرج علشان يبدأ في علاجه. ساعتها كبير المحاسبين عرف إن أريش هو المسؤول عن رعاية سي بالكامل، لكن ما فهمش يعني هما ليه لازم يخرجوا. سيرو الطبيب أقنعه إن العلاج هياخد وقت طويل. القائد أريش طلب ساعة واحدة بس علشان يعالجه، وشال عباءته وبدأ يعالجه بهدوء. سيرو الطبيب ارتاح لأنه وصل في الوقت المناسب، لأن طبيعة جسم سي كانت هتخليه يمرض فورا، ولو الطبيب هو اللي يعالجه ده كان ممكن يقتله. يعني باختصار محدش يقدر يعالج سي إلا أريش، وأفضل حل إنهم يسيبوه لأريش. لكن كبير المحاسبين رفض يمشي لحد ما العلاج يخلص. سي كان بيتألم بشدة، بس كان فاكر أصوات الناس اللي ضربوه، ده كله لأنهم شايفينه وقح، وكانوا برضه مقتنعين إنه بيحب القديسة يوه. ولما فهم إنهم مش ناويين يقتلوه قرر يستحمل التعذيب لحد ما يخلصوا ويمشوا. بس بعد ما مشيوا سي فقد القدرة على إنه يتحرك تماما، وخاف إنه يموت لو اتساب كده. وصل له صوت غناء أريش الهادي، وحس بدفء مألوف عليه. فتح عينيه وشاف وش القائد وحس بتحسن، لكن إصابته كانت خطيرة لسه. علشان كده أريش كان لازم يعود جسمه على طاقته السحرية أثناء العلاج، وقال له إن الموضوع هياخد وقت. وهنا سي قرر يعتذر له على طول، وكلامه وشكله الهادي حرك حاجة جوه أريش، فكمل العلاج للنهاية. وبعد ما لبسه أريش سأله لو لسه فيه ألم. سي قال إن مش حاسس بأي وجع، لكن صوته كان مبحوح. ولما سي لاحظ إنه في مستشفى القصر فهم إن حد جابه هنا وحب يشكره. وأريش لاحظ إن نضارته اتكسرت، لكنه لسه أفضل من غيرها. وكمان سي ما حبش هدومه تتنضف بالسحر، ذاكرته كانت مشوشة من وقت الضرب لحد نهاية العلاج، لكن عمره ما هينسى أصوات اللي ضربوه. 2 منهم كانوا في الفرقة الملكية الثالثة، واللي دايما كانوا بيشتكوا من المصاريف، والثالث فارس من الفرقة الثانية اللي ضايقوا قبل كده في وقت الغداء. وهنا دخل الطبيب سيرو وكبير المحاسبين، وأريش اتفاجئ لما عرف ان كبير المحاسبين هو اللي لقى سي وجابه. والسي أدرك قد ايه كان محظوظ علشان اتلقى في الوقت ده، وان أريش هو اللي عالجه. بعدها أريش طلب تفاصيل كل اللي حصل. بعد شوية رودا نادى على الاثنين اللي السي قال عليهم، وقال لهم ان القائد عايزهم. نائب القائد رودا افتكر ازاي الاثنين دول كانوا دايما بيهاجموا قسم المحاسبة بسبب المصاريف، ولما دخلوا المكتب حسوا برعب من ناحية أريش. وهنا ناداهم بأسمائهم الكاملة، سألهم كانوا فين امبارح في الوقت اللي اتدرب فيه سي. واحد منهم قال انهم كانوا بينظموا المخازن قبل تدريب الحملة، بس أريش عرض قطعة قماش ممزقة وقال انها غالبا بتاعة واحد فيهم، والخوف ظهر فورا على واحد منهم. هو كذب وقال انها اتعلقت في حاجة اثناء التفتيش. القائد قال ان في موظف مدني رفيع المستوى اتعرض للاعتداء وتلاقى فقد الوعي في نفس المخزن، وكان مليان كدمات، وكان عنده كسور في الضلوع والذراعين، وكان بيتكلم عن سي، لكنهم سموه التابع بتاع القديسة المقدسة بتاعتهم. قالوا انهم عدوا جنبه بالصدفة بس، وقالوا انه سي يعتبر دخيل ضعيف جدا عليهم وبيسبب مشاكل لانه بيقلل من الميزانيات. وكان في اشاعات ان أريش بدأ يتغدى معاه ويدير اكله. القائد شرح ان الضحية سي قطع قطعة من هدوم المعتدي بمسمار من الارض. قد ايه الاثنين دول كانوا اغبياء. نظرة أريش كانت مليانة غضب. الفرسان حاولوا يقنعوه يقف في صفهم، وقالوا ان هو المفروض ما يسمعش كلام شخص
شخص تافه زيه، وادعوا ان اللي لقى سي كان بيحاول يلفق لهم التهمة علشان يخلص من المصيبة اللي هو عملها فيه. في اللحظة دي دخل كبير المحاسبين، ولما عرفوا ان هو اللي لقى سي اتخرسوا تماما. كبير المحاسبين قال ان سي كان قرب يموت، وهنا الحقيقة بدأت تظهر. واضح ان أريش هو اللي عالجه، وان في ادله انهم كانوا بيضغطوا عليه بسبب المصاريف، ومع ذلك حاولوا برضه ينكروا. دخل قائد الفرقه الثانيه ومعاه حارس القديسه يوا، فحاولوا بسرعه يرموا اللوم عليه، لكن أريش ما كانش مهتم خالص بخلافاتهم وكان مصمم يعاقبهم. والعقوبه كانت ايقاف اسبوع ومنعهم تماما من الاقتراب من الضحيه سي، وخصم سنه كامله من الراتب بتاعهم مع تعويض سي تعويض مالي. عقوبه خفيفه نسبيا لان الفارسين دول نادرين وما ينفعش يتسحب منهم لقبهم. كبير المحاسبين حس ان العقوبه قليله، لكن سي شاف العكس وقال ان الهدف من الكل انهم يعرفوا انهم عملوا مشكله. هو كمان قطع رواتبهم وفيد جدا لخزينه الدوله، هيجمع منهم حوالي 10 مليون ين. كبير المحاسبين ما فهمش هو ليه عايز يحل الموضوع بالفلوس، لكن بالنسبه لسي القيمه الوحيده فيهم كانت المال. وكل اللي حصل ده خلى المملكه انها تعلن رسميا ان سي شخص تحت الحمايه، والفرقه الثانيه والثالثه بقوا مدينين ليه بجميل. وتاجيل حمله غابه الشياطين قلل المصاريف بشكل كبير. واثناء ما كان بيدي كبير المحاسبين اوراق، أريش قرب منه ووبخه لانه برضه مش بيرتاح رغم اصاباته الخطيره. رودا اتصدم من كتر كلام القائد بتاعه، وبعد العشاء أريش اعتذر لسي نيابه عن كل الرؤساء اللي سمحوا بكده، وكان حاسس بالذنب لانه ما راقبهمش كويس. لكن سي قال انه ما كانش متوقع منه يسيطر عليهم بالكامل. الاهم انه اعتذر لانه خلاه يعالجه تاني، وسي عرض عليه يدفع له اجر حقيقي لان أريش انقذ حياته مرتين، وكمان عرض عليه ان هو يعمل الحاجز السري اللي قاله عليه قبل كده. وسي جمع الفلوس علشان يرد له الجميل بتاعه لانه عرف ان تعويذات الشفاء بتكون غاليه جدا، خصوصا اللي بتنقذ الحياه منهم. ورغم ان أريش عالجه بارادته، قبل الفلوس منه علشان يفرحه وما يكسفهوش. وفي السكن شرح له ان الحاجز يقدر يحمي جسمه من الطاقه السحريه واي عجز يحصل له في جسمه، وكمان ممكن يحميه من الهجمات الجسديه، لكن محتاج كميه سحر ضخمه، ولو اتعمل مره واحده هيزود المرض على سي، علشان كده لازم يتحط تدريجيا زي طبقه الحمايه. سي خلع سترته وقعد على رجل أريش، وحس ان القائد هو اللي بيعمل كل المجهود، وده خلاه يحس بالذنب. ولما قال انه هيبقى متعاون اكتر، أريش حضنه بحراره وبداوا العمليه، وقال ان هو يعرف اسم سي بالكامل. وساله وهما الاثنين فعلا كانوا يعرفوا اسم بعض. انا معرفش ده دخله ايه، بس هو ده اللي حصل. تاني يوم سي استلم اوراق عن الحمله بتاعه القديسه اللي قربت خالص، واتصدم لما عرف ان العيله الملكيه هتعمل حفله وداع للحمله، ورئيسه هيلمت هيبقى مرافقه. سي فهم ان ده استعراض اعلامي علشان يبينوا ان العيله المالكه هي اللي بتقود الحمله، وكمان ضغط سياسي وفرصه للنبلاء يشوفوا المواهب الجديده. لكن حسب حجم الحفله ممكن تاثر بشده على ميزانيه الدوله. في نفس الوقت بلانكا كان متحمس جدا، وجه تاني يوم مع خادماته علشان يجهزوا سي كويس، وجاب له لبس رسمي كمان. ساعتها سي عرف ان بلانك من عيله غنيه جدا، واثناء ما الخادمات اشتغلوا عليه ما كانش قدامه غير انه يستحمل وخلاص. وفي الحفله أريش اتصدم لما شاف سي متالق وخاطف الانظار تحت الاضواء. وهو بيتكلم مع زمايله، سي قابل كبير المحاسبين اللي شكروا جدا على مساعدته في تسريع الحمله بتاعتهم، ولاحظ ان سي بقى شكله احسن بكتير، وكمان مدحه على اللبس الحلو اللي هو لابسه ده. لكن سي كان بيفكر ازاي انه هو اتجبر علشان يحضر التجمع السخيف ده، بس برضه ما كانش ناوي يضيع وقته، وكان في حاجه في دماغه. وقبل ما يسال كبير المحاسبين على اللي في دماغه، المدير زولتن قرب منهم، واول ما سي شاف الشال البنفسجي بتاعه عرف على طول انه من قسم السحر الملكي. وبفضل مساعدته في تعويذه الاستدعاء اللي جابتهم هو والقديسه هنا، اصلا المدير زولتن كان بيفتخر جدا بالموضوع، وبيقول انه ما فيش حاجه من دي كانت هتحصل لولا هو. وكمان تم طلب مشاركتهم في حمله التطهير، وعلشان كده كان شايف ان المملكه محتاجه قسمه اكتر بسبب علمهم وافكارهم، مش زي الفرقه الملكيه الثالثه اللي بيعتمدوا بس على القوه الغشيمه بتاعتهم. وبعد ما كبير المحاسبين عرف سي عليه، فجاه المدير سولتن جري وسحب ايست علشان يجي يسلم على كبير المحاسبين. واول ما عيونهم اتقابلت، ايست عرف ان سي من قسم المحاسبه وطلب منه فلوس فورا، لكن سي رفض طبعا. واضح ان ايست ما كانش فاهم هو بيتعامل مع مين. بعدها ايست قدم نفسه رسميا وقال انه مساعد مدير قسم السحر الملكي، وبعد كده شرح ان القسم محتاج تمويل كبير، بمعنى اصح كان عايز سي يطلع شويه فلوس ليهم. لكن زولتن ضربه فورا، وسي لاحظ ان زولتن مركز على السياسه كمدير، بينما ايست مركز على الامور العمليه. سي قال انه ممكن يفكر في الطلب بس مقابل تنفيذ طلبه هو كمان. فجاه أريش مسكه وبصله بنظره حاده، وبعدها يوا القديسه جريت تنادي على القائد. المفروض أريش كان يمشي معاها ومع الملك في دخولهم الرسمي،
سي، لكن القائد أريش حس إن وجوده مش ضروري لأن الحدث خاص بالملك والعيلة الملكية، فبدلا منه كبير المحاسبين قرر يرافق القديسة. بعدها أريش سأل سي عن شكله وهدومه، وسي قال له إنه أخذ اللبس ده من صديق عنده في القسم، ونفس الشخص ده جاب له خادمات عملوا له الميك اب وطمنوا إن المكياج ما فيهوش سحر ولا حاجة. بالرغم من كل ده أريش كان متضايق جدا. سي حاول يهرب لكن القائد فضل لازق فيه زي الزبدة. بعد شوية الملك دخل وعبر عن قلقه الشديد من الضباب الملوث في غابة الشياطين، ومدح الطقس المقدس اللي استدعى بيه القديسة. وبعدها القديسة دخلت ومعاها الأمير يوليوس الثالث. رغم إنها كانت مترددة شوية قالت إنها هتبذل أقصى جهدها علشان المملكة. الأمير يوليوس أعلن المشاركين في الحملة وإنه هو اللي هيكون بيقودها. ولما سي شاف إن عدد المشاركين أكبر من المتوقع اتشتت وهو بيفكر إزاي هيعدل على الميزانية علشان تكفي العدد ده، ومن غير ما يعرف اسمه اتنادى ضمن المشاركين. ولما كبير المحاسبين قال له بكده سي اتلخبط جدا. أريش شاف إن ده غير منطقي وقرر يكلم الملك بالنيابة عنه. الأمير يوليوس قرب من سي وقال له ده حتى يوى القديسة الضعيفة هتروح، انت يعني راجل كبير وبالغ وعايز تهرب؟ أريش شرح ان سي ما عندوش مقاومة للسحر، لكن الأمير أصر انه يشارك. كبير المحاسبين حاول يقنعه ان مشاركة سي معناها انتحار، بس الأمير رفض يسمع. غالبا كان متضايق من سي علشان سرع الحملة، ومشاركة سي أصلا ما كانتش ضمن الخطة. علشان كده سي كان عايز يتقرب من إست ويطلب منه خدمة، لكن في الآخر حس ان الأفضل يشوف الوضع بنفسه، وبشكل مفاجئ وافق يشارك. أريش بصله مصدوم وبيسأله إذا كان اتجنن. الحملة فاضل لها 3 أيام وتتحرك، والرحلة رايح جاي هتاخد 6 أيام. وفي الوقت القليل قبل السفر سي قرر يزور بيت بلانك علشان يشكره على اللبس والميك اب. وطبعا كان عنده هدف تاني، هو انه يتكلم مع والد بلانك، وبلانك وافق ان هو يرتب لهم اللقاء ده. ومن وقت الحفلة سي كان مشغول يوزع شغله على الناس الصح، وكل ده بسبب أريش اللي كان دايما يسحبه للغدا ويجي ياخده بعد الشغل. بس بيني وبينكم كده الراحة الوحيدة لسي كانت انه بياخد الشغل معاه على البيت، وبيشرب المقويات في السر لانه بيتحسن كل مرة أريش يستخدم حاجز الحماية عليه. ولان النهاردة هو اليوم اللي بعد اجازته كان عنده وقت يخلص الشغل. ولما رجع أريش وقفه وسأله هو كان فين لما نزل من السكن، رغم انه عارف اصلا انه خارج مع زميل ليه. سي قال له انه راح يشكر عائلة بلانك، بس القائد أريش زعق له بسبب الشغل اللي موجود على مكتبه. ولما خبط المكتب كده من الغضب يعني زجاجة المقويات ظهرت، وده خلى أريش يشتعل من الغضب. وبعد ما عالجه سي حاول يرجع يشتغل، لكن أريش رفض وقال له يحط صحته قبل اي حاجة ويبقى واعي بضعفه. سي كان عارف كل ده كويس لانه لولا أريش كان مات من مجرد التنفس. حتى بالنسبة للعالم ده علاقتهم كانت غريبة. بعدها أريش قال انه جهز ملخص مصاريف الفرقتين التانية والتالتة وهيديهوله بكرة. وسي سأله لو كان عنده اخوات. أريش قال له ان عنده اخين اكبر منه واخت واحدة اكبر منه، يعني القائد الوسيم المشاغب هو اصغر واحد في العيلة. وده فسر حاجات كتيرة قوي لسي. رغم ان عنده اوضة في سكن الفرسان، لكن بيت عائلة أريش اقرب للقصر، فكان عايش في بيته عادي. اما سي فكان ابن وحيد، وكان بيقول انه كان يتمنى لو كان عنده اخوات، وانه كان دايما مشغول بالشغل ونادرا ما كان بيرجع لاهله في الاعياد. وتساءل دلوقتي اهله عايشين ازاي من غيره، وازاي بيقضوا ايامهم. هو كان كل اللي عندهم، ولو ما قدرش يرجع مين اللي هيهتم بيهم لما يكبروا؟ وتمنى بس انهم يحصلوا على كل ممتلكاته بسهولة علشان يقدروا يصرفوا على نفسهم في العالم بتاعنا. ولما أريش شاف تعبيراته الحزينة حضنه بقوة وغنى لحن الشفاء بتاعه. ومهما سمع سي قبل كده كان دايما شبيه بتعويذة النوم. وتاني يوم الصبح واثناء ما سي بيدور على العربة، أريش شده وقال له انه هيركب حصان. هو كان عايز يراقبه عشان يبقى قريب من عينيه. وسي استغرب جدا ان تعويذة حاجز القوة اللي عملها ملهاش اي لازمة دلوقتي. سي كان عايز يتكلم مع السحرة الملكيين اثناء الطريق، وكان عمره ما ركب حصان قبل كده. وحاول يقنع أريش ان ده مش مناسب يعني لحالته الضعيفة، لكن القائد أريش اتضايق لانه ناداه بلقبه الرسمي. وفي النهاية برضو أريش هو اللي كلمته مشيت وركبوا الاتنين نفس الحصان. وسي استغل الوقت ده علشان يراجع المستندات اللي أريش جهزها له. دي كانت فرصته علشان يفهم نظام المحاسبة في الفرسان الملكيين، وأي حاجة كانت تسهل شغله كانت مكسب بالنسبة له. وأخيرا وصلوا لقصر أحد النبلاء وبقى عنده وقت لنفسه. لكن قبل ما يقابل إست، يوى القديسة جت وقطعت كل خططه، وعرف يزوغ منها وراح عشان يقابل إست واتكلموا عن طرق لزيادة تمويل قسم السحر. وإست رحب بيه بحماس شديد. كان شخص صريح وبيحب شغله لدرجة ان هواياته بقت وظيفته. وسي حس انه سهل التعامل معاه جدا، مش زي القديسة المدللة يعني. تعالوا نشوف اللي حصل اثناء لقائه مع يوى القديسة. طلبت منه يبدل مكانه معاها بكرة، بس سي قال لها ان القديسة الوحيدة القادرة على تطهير الضباب
الضباب والأرواح اللي جاية من غابة الشياطين، بينما هو أكتر شخص ضعيف في العالم ده ومجرد تنفس الهواء ممكن يموته. ومع ذلك هي عمالة تزود العبء على الناس كلها علشان يحموها وعلشان يتم نقلها بشكل صحيح، وكمان جاية تطلب منه دلوقتي إنه يخاطر بحياته. كلام وجعها جدا وخلاها تعيط، فسي نصحها تبدأ تفكر بجدية في الأمور. العالم ده أي تنفيذ فيه ممكن يأثر بالسلب وتبقى مشكلة كبيرة، وكان ناوي حتى مستقبلها المثالي كقديسة. وبعدها أريش عرف باللي قاله وتأكد إن الكلام مش المفروض يوصل للملك أبدا. وفي حفلة العشاء يوا القديسة كانت حزينة بسبب كلام سي، لكن حضورها العشاء معناه إنها فكرت في كلامه، ولو كانت غابت عن الحفلة كان هيبقى إهانة كبيرة لصاحب القصر اللي هم قاعدين فيه. يوريوس غطى عليها وقال إنها تعبانة من السفر، وشكر اللورد على ضيافتهم الضيافة الحسنة دي، وده خلى سي يعيد تقييم رأيه في الأمير يوريوس. أريش شد سي أكتر وقال له إنه كان فاكر سي مش مهتم بالقديسة، لكن واضح كده إنه كان غلطان وافتكر إن هو بيحبها فعلا زي ما الناس كانت بتقول. بعدها سي حس إن الوقت مناسب علشان أريش يرجع لأوضته بقى ويفك عنه، لكن أريش رفض يسيبه خالص قبل ما يبطل شغل. حط راسه على كتفه وسأله كان فين قبل العشاء، وسي كان عارف أصلا إن أريش يعرف إنه كان عند إيست، والقائد أريش اشتكى إنه سي دايما بيتجاهله بسبب الشغل. ورغم إن دي حاجة واضحة زي الشمس، سي حاول ينكر، فأريش خطف أوراقه وحضنه بقوة وهم نايمين. في اليوم الثالث من الحملة قربوا أخيرا من غابة الشياطين، ولما العربية بدأت تتهز يوا القديسة اتوترت جدا لأنها سمعت أصوات حيوانات وكائنات مفترسة، لكن الحراس طمنوها، قالوا لها إن الفرسان موجودين لحمايتها، وعرضت تساعد بسحر الشفاء بتاعها، لكن الأفضل إنها تفضل مرتاحة وتركز على التطهير اللي هي جاية عشانه. رغم كل الكلام عن الضباب حياتها كانت هادية جدا لأن الجميع كان بيحميها، لكنها بدأت تقلق على سي بعد ما افتكرت كلامه، ممكن يكون هيموت فعلا في الرحلة المشؤومة دي. في نفس الوقت أريش ورفقائه كانوا بيقضوا على الوحوش، وسي كان بيسجل ملاحظاته تحت حمايته. وأخيرا وصلوا لمدخل الغابة، ومن هنا لازم يكملوا مشي. الموظفين المدنيين هيستنوا إلا سي. الأمير يوريوس كان مصمم يزقه للخطر، وسي فكر يفضل وراه، خصوصا إن إست موجود عشان هو طلب منه حاجة لما راح له البيت قبل كده. لكن إست حتى نسى الخدمة اللي هو طلبها، فما كانش قدام سي غير إن هو يوافق. أريش وبخه بشدة، لكن في النهاية الهدف الأساسي من الحملة دي هو تطهير المكان وخلاص. ولو حالة القديسة النفسية ساءت لدرجة إنهم ما قدروش يحققوا النتائج دي هيكون خسارة مالية ضخمة. سي ما قدرش يرتاح غير لما يشوف الأمور بعينه وهي بتخلص. ولما وصلوا للشجرة الكبيرة اللي هي مصدر الأرواح بدأت يوا القديسة تردد التعويذة بتاعتها، وفي نص التعويذة ضربها ألم حاد خلاها تفقد الوعي تماما، لكن الأمير يوريوس لحقها في آخر لحظة. بعد كده سي سأل هو التطهير وصل لحد فين، ولما عرف انه وصل 30% بس، ده معناه انهم محتاجين على الأقل 3 حملات كمان لحد ما يوصلوا 100%. ومع التكاليف الضخمة دي كان نفسه يخلص كل حاجة مرة واحدة. وبمجرد ما بص على يوا عرف انها وصلت لأقصى حد. القائد جه وبدأ يزعق لسي علشان ساب مكانه. سي شرح انه طلب مساعدة من قسم السحر الملكي، لكن أريش قال ان فرقته الملكية الثالثة عندها خبرة أكبر بكتير في السحر. ولما سي قال ان عندهم نقص في الأفراد، زولتن دخل في النقاش بعصبية وطالب بالتفسير لأنه محدش قال له أي حاجة. سي هدى المدير وقال لهم إنهم محتاجين ناس متمرسة جدا في الطاقة السحرية ودراسات السحر، وده شغل القسم السحر الملكي بس، وطبعا كان في مكافآت خاصة للشغلانة دي. زولتن شك إن واحد زي سي يقدر ياخد قرار زي ده، لكن سي أكد إن مديره وكبير المحاسبين وافقوا بالفعل. خطته كانت إن زولتن يشرف على الباقي، بينما إست يختار أفراد عندهم مقاومة ويقدروا يستحملوا التعويذات اللي هيعملوها علشان يطهروا المكان. وقبل ما يدي أوامر يوريوس سأله مين اللي اداله كل السلطة دي كلها علشان يؤمر وينهي بالطريقة دي. سي رد ان كبير المحاسبين هو اللي كلفه ومعاه خطاب رسمي بالكلام ده. الأمير اعترض لأنه المفروض المسؤول عن الحملة وهو اللي ياخد القرارات دي، لكن سي قال له ان ده موضوع منفصل ونصحه يروح يودي يوا القديسة علشان ترتاح. بس يوا بتقول انها عايزة تفضل مع سي، يمكن أخيرا بدأت تدرك خطورة العالم ده وضعف موقفها فيه، لكن سي طلب منها ترجع المدينة وترتاح لأنها مش قادرة تعمل أي حاجة دلوقتي. وبعد ما
مشيت الأمير فضل يسأله هو ناوي يعمل إيه. سي طلب منه يراقب من بعيد مع الحرس. أما الفرسان فمهمتهم هي حماية أعضاء قسم السحر الملكي وتسجيل تفاصيل الحاجز السحري. خطة سي لحماية المملكة خلت الأمير يوريوس وأريش كمان في حالة ذهول. تعويذات الحواجز السحرية معقدة جدا وقليل بس اللي يقدر يستخدمها، وحاجز يغطي المملكة كلها محتاج عدد سحرة أكبر بكتير من الموجودين. زولتن أكد إن عندهم 8 بس يقدروا يستخدموا التعويذة دي، لكن سي قال لهم إنهم لازم يفكروا بالعكس. بما إنهم عرفوا يوصلوا للشجرة دي كل اللي عليهم إنهم يختموها من المصدر نفسه، يعني يعملوا السحر حوالين الشجرة. وفعلا أحاطوا الشجرة وبدأوا التعويذ. بعدها سي شرح الخطة بالتفصيل. هيعملوا حاجز بنطاق 3 متر حوالين الشجرة، وبعدها يقيسوا تركيز الأرواح جواه، وبعدين يزرعوا نباتات مختلفة علشان يحددوا قد إيه الحاجز هيضعف مع الوقت. وفي النهاية بعد ما القديسة تخلص التطهير يعيدوا إنشاء الحاجز ويحطوا حراس حوالين الغابة ويجددوا التعويذة باستمرار. أريش اتخرس من الصدمة، عمره ما فكر في حل زي ده قبل ما سي يظهر. سي يفتكر إن السبب هو اعتمادهم الكامل على القديسة، لأن محدش بيفكر في حلول أصعب طالما في حل سهل. لكن بالطريقة دي مش هيبقوا محتاجين يستدعوا قديسات من عوالم تانية، والمملكة هتقدر تحل مشاكلها بنفسها. ورغم إن القديسة هي أمل للشعب، إقناع الملك إنها مش ضرورية بعد كده هيبقى صعب. ولما سي قام يكمل شغل أريش سحبه تاني، ده لأنه تعرض لضرر كبير فلازم يعزز له الحاجز السحري. حتى الفرسان أصحاب المقاومة كانوا تعبانين من اللي حصل، لكن سي كان بخير بفضل الحاجز اللي أريش كان عامله له قبل كده. وسي ما كانش عايز خالص إنه يكمل في الموضوع ده. وفجأة است دخل عليهم والموقف كان محرج جدا. أريش أمره يطلع، لكن است فضل واقف لأنه حس بطاقة القائد السحرية من سي قبل كده، واستغرب إزاي الشخص بدون مقاومة سحرية يطلع منه الطاقة دي كلها. وبكل برود سألهم هو أنا ينفع أفضل وأتفرج؟ است ده بيمثلني جدا. سي زقهم هما الاتنين وطردهم بره الأوضة، وقال لهم إنه بخير وعايز يجهز أوراق لأنه هيركب بكرة مع عربة قسم السحر الملكي علشان يتكلم مع است. وقفل الباب وساب أريش في موقف محرج. تاني يوم سي كان عمال يسمع است وهو عمال يتكلم بقاله أكتر من ساعتين، وما فهمش ليه الباحثين بيتحولوا المهووسين لما بيلاقوا حاجة بتهمهم. اتضح إن است أصله من عائلة تجار مش نبلاء، وكان مهووس بالسحر وماهر في تعويذ كتير. ورغم إن الكلام كان ممتع، سي كان عنده شغل كتير، لازم يرفع تقارير لكبير المحاسبين ويرتب التعويذات وحاجات تانية كتير قوي. بالليل بعت رسالة إنه عايز يقابل الملك وجهز كل المستندات المطلوبة. وأريش رجع تاني علشان يحاول يبعده عن الشغل علشان يعزز الحاجز بتاعهم. سي وافق لأنه فعلا ما ينفعش ينهار دلوقتي خالص، وعرف إن أريش مهتم بيه أكتر مما كان يتخيل، ومن غيره كان هيموت فعلا. لكن لسه مش قادر يواجه مشاعره دلوقتي. أريش قال إنه مش ناوي يسيب أي حد تاني يهتم بيه، وحياته فعلا كانت معتمدة على مزامنة الطاقة السحرية ما بينهم. ولما سي سأله لو فكر إنه ممكن يكرهه في يوم من الأيام، أريش قال له لأ، لأنه عارف إن سي شخص عملي بيركز على النتائج. وبما إن سي مش قادر يدي إجابة دلوقتي، أريش قرر يستغل ده لأنها الطريقة الأكثر كفاءة. وبعد كده اليوم المنتظر سي قابل الملك الكبير حاكم مملكة روماني، وبدأ يتكلم عن إنجازاته في الحملة. وبعد ما قرأ التقرير بتاع سي شرح إنه اشتغل لصالح المملكة والعيلة الملكية، وإنهم عملوا تجارب عن تأثير الأرواح على المدى الطويل، والانتشار بتاعها هيتوقف مؤقتا بفضل الحاجز اللي عملوه. ولو استمر السحرة في تجديد التعويذة بانتظام المشكلة هتتحل. بعض النبلاء اعترضوا وقالوا إن الكلام ده كله هبل، لكن السحرة عرضوا تقارير مالية تقارن بين تكلفة استدعاء القديسة لمدة 50 سنة وتكلفة الحاجز لنفس المدة. الفرق كان لصالح الحاجز ب5 أضعاف، يعني هيوفروا كتير جدا. رغم كده الأمير يوريوس اتهم سي إنه بيقلل من شأن القديسة بالحسابات المالية والكلام بتاعه ده، وفعلا النبلاء كلهم بدأوا يهاجموه. وأريش كان هينفجر من الغضب بسبب الكلام ده. لكن فجأة القديسة يوا اتكلمت وقالت إنها عايزة ترجع بيتها. قالت إنها هتعمل واجبها كقديسة، لكن بعد كده مش هيبقى ليها مكان هنا وعايزة ترجع لعالمها. سي قال إن دور القديسة مش هيبقى ضروري في المستقبل، لكن للأسف حاليا مفيش أي طريقة علشان هما الاتنين يرجعوا لعالمهم. الكلام ده خلاها تنهار وتعيط لأنها اشتاقت لعيلتها. وفي الحقيقة النبلاء بس مهتمين بدور القديسة هنا، ما يفرقش معاهم هي هتعمل ايه بعد كده. سي قال إن ممكن يكون في طريقة للرجوع مع أبحاث سحرية أكتر، واست دخل يشرح تعويذة استدعاء العوالم الموازية. بعدها سي قدم اقتراح بتوسيع قسم السحر الملكي وإطلاق مشروع بحثي لإرجاع القديسة وشخص تاني للعالم الأصلي بتاعهم بيتكلم عن نفسه يعني. وكمان المشروع بيشمل مراقبة غابة الشياطين كلها.
كبير المحاسبين وأريش دافعوا عنه ومنعوا النبلاء من الاعتراض، وبكده المملكة هتستبدل أسطورة القديسة بتكنولوجيا سحرية متطورة وكمان من غير أي عبء مالي إضافي. سي لاحظ نظرة أريش وهو فخور جدا زي القطة المغرورة اللي فخورة بصاحبها. ويوم القديسة سألته هي هتعمل إيه لحد ما المشروع يخلص، فنصحها تفضل لحد ما التطهير ينتهي وبعدها تدور على كنيسة أو عيادة تشتغل فيها بدل وجودها في القصر. وأريش طلب من سي ما يضغطش على نفسه أكتر، وبكده سي قدر يحل مشاكل كتير بشكل رائع. في السوق راح سي ياخد حاجة من ولد عنده 12 سنة اسمه سيجما. كان ولد طموح وذكي جدا من النوع اللي سي نفسه يشتغل في قسم المحاسبة الملكي. ولما بلانك جاي يدور عليه سي اداله العداد اللي كان جاي يستلمه، وبكده بلانك هيقدر يعمل الحسابات أسرع. وسي عرض عليه إنه يعلمه إزاي يستخدم العداد ده. شغل سي زاد أكتر بعد الحملة الاستكشافية الأخيرة وما بقاش عنده وقت يراجع حسابات قسم المحاسبة بنفسه. أريش كان قاله إنه لازم يبدأ يدرب الجيل الجديد على الخطة بتاعته، ورغم إن يوا لسه عايشة في القصر إلا إنها كانت بتقضي أغلب وقتها في الكنيسة زي ما سي اقترح عليها. كان لازم يخلصوا خطط المشروع قبل عملية التطهير الجاية، وعشان كده لازم يخططوا بعناية جدا. بلانك قال إن أبوه اترقى وخد منصب أعلى جدا في المملكة رغم إنه أصلا من النبلاء، وابتدى يهزر إنه ممكن يستخدم علاقاته علشان يترقى هو كمان. ولما سي يتخيل إن بلانك ممكن يبقى رئيسه اتحمس رغم إن وشه كان بيقول العكس. وفي كل الأحوال كان مبسوط يشوف صاحبه ناجح. واضح إن أريش طلب إن بلانك يجي بعد ما رجعوا من الحملة، ولما رجع كان شكله شاحب جدا وده قلق سي خالص. لكن الحقيقة إن أريش كان بينبهه إنه ما يحضرش أي هدوم لسي مرة تانية ولا يبات معاه تاني أصلا. القائد أريش أقسم إنه هيعمل كل حاجة بنفسه. بعدها بلانك حاول يخلي سي يعلمه استخدام العداد في مكان تاني، لكن سي لاحظ فرسان واقفين قدام الأوضة، ولما دخل اتصدم باللي شافه. كل أوراقه وقلمه وكل حاجته اختفت من مكانه. وهنا ظهر أريش وقال له إنه اشترى بيت وسي هينقل يعيش هناك معاه. القائد أريش كان مقتنع إن سي محتاج رعاية جيدة وإنه ممكن يموت من غيره، ولو عاشوا مع بعض مفيش حاجة هتقلقه. سي استوعب إن بلانك كان ضاحك عليه ومشي وسابه في الموقف ده، وأريش أصروا يروحوا البيت حالا. ورغم تردد سي أكد له إن دي الطريقة الأكتر كفاءة. سي اتضايق لأنه عارف إن أريش بيستخدم الكلمات السحرية علشان يخليه يوافق. وبعد شوية وصلوا القصر ضخم جدا، وأريش بيعرفوا على الخادم والخادمة اللي هيكونوا تحت أمر سي في أي وقت. وأثناء ما أريش كان بيوري سي أوضته، سي قال إن عمره ما عاش مع خدم قبل كده، لكن أريش قال له يعتبر نفسه نزيل في فندق وخلاص. والأوضة بتاعته كانت ضخمة وفخمة لدرجة إن سي اتوتر من شكلها، لكن بالنسبة لأريش ده مجرد قصر صغير وبسيط ليهم هما الاتنين. سي علق إنه واضح فرق القيم بينهم كتير، ولما شاف أوراقه وقلمه على الترابيزة فرح جدا. على الأقل هيعرف يشتغل بسهولة هنا. بعدها أريش سأله عن البيت اللي كان عايش فيه قبل كده. سي قال له إنه كان سكن بسيط في أوضة وصغير نوعا ما، أما بيت أهله فكان دورين. الدور الأول فيه صالة وغرفة تغيير وحمام، والدور التاني فيه 3 أوض نوم وأوضة كانت ناحية الجنوب، وكان عندهم جنينة صغيرة بينشروا فيها الغسيل. وأريش حس إن اللي هو بيتكلم عليه ده مكان للفقراء وصغير جدا عليه، لكن بلد سي أصلا صغيرة فده كان طبيعي بالنسبة له. أريش خد منه أوراقه وقلمه وقال له يوقف شغل النهاردة لأن في حاجات أهم يهتم بيها. فاضل 3 أيام على الحملة، وسي قال إن الحاجز السحري بيبقى فعال بعد ليلة واحدة بس، لكن أريش ضغطه على السرير وقال له إنه توزيع التعويذ على 3 أيام هيكون أريح له بكتير، وساعتها هيكون مستعد أكتر للحملة. سي ما قدرش يعترض على المنطق ده، وقبل ما أريش يكمل حد خبط عليهم الباب والعشاء كان جاهز. سي اتخض جدا، لكن أريش كان متعصب لأنهم قطعوهم، ومن أول لقمة سي حب الأكل جدا، والطباخ فرح لما سمع كده. الطباخ كان متدرب عند صاحب مطعم صغير مشهور، وكانوا بيخدموا عائلة أريش من وهو صغير. أما الخدامة فكانت راجعة للشغل بعد ما ربت أولادها، وكلهم بيوعدوا إنهم هيعملوا كل اللي يقدروا عليه علشان يحافظوا على صحة سي، وإنه بس يقشر وهم في خدمته على طول. بعد أسبوعين سي صحى لقى أريش في حضنه وهو نايم، وسأله هو ليه بينام في سريره كل ليلة. حتى لما قفل الباب أريش كان معاه مفتاح، وسي اشتكى كتير لكن مفيش فايدة، ولو ظهر يشتغل أريش كان بيجبره للسرير غصب عنه. سي
كان فاهم الحقيقة. أريش كان بيستخدم سحر العلاج كل ليلة على جسمه الضعيف سحريا اللي كانت بتتم عن طريق اللمس، ولكن ده علاج ضروري مفيش منه مهرب. في المكتب بلانك شكر سي على العداد لأن الحسابات بقت سهلة جدا بسببه، وبسبب كلام بلانك الكتير سي فهم إن ممكن يشيل شغل أكتر. الحملة التانية خلصت، ولو نجحوا في التطهير في الحملة اللي جاية هيقدروا يسيطروا على الأرواح وأضرارها. المملكة كانت مدية القديسة وقت علشان ترتاح، فما فيش ميعاد محدد للحملة الثالثة، لكن أكيد هتتحرك خلال شهر. سيفكر إنهم محتاجين يوافقوا على ميزانية لتمويل أبحاث الرجوع لعالمهم، ورغم إنه وزع الشغل على مرؤوسيه لسه برضه في شغل كتير جدا، ولو خد الشغل البيت مش بيعرف ينجزه بسبب أريش اللي بيكون فوق دماغه. ومع ذلك الشغل كان ماشي بسلاسة لأن أريش بينسق مع الأقسام التانية مسبقا. ساعتها سي أدرك إن الرجوع لوطنه يعني إنه يبعد عن أريش، ولازم يحط ده في اعتباره ويفكر بجدية قريب. فجأة وصله كبير المحاسبين إنه عايز يشوفه، وفي المكتب بتاعه أريش سأله هو ليه عايز يبعت سي للكنيسة، لكن سي كان موافق وكان عايز يروح فعلا. سي شرح إنه رايح يراجع حسابات الكنيسة لأنهم متأخرين في تقرير المصروفات والإيرادات. أريش شايف إن مفيش سبب يخليه هو بالذات اللي يروح، لكن كبير المحاسبين قال إن مفيش حد أنسب منه يعمل المهمة دي. أريش وضح إن الكنيسة فيها آثار مقدسة وحواجز سحرية قوية، وتركيز السحر هناك عالي وخطير على سي. لكن كبير المحاسبين قال له إنه نجا من غبط الشياطين قبل كده، لكنه ما يعرفش إن الفضل كله يعود للقائد أريش. وقال لأريش إنه لازم يكون واعي بنفوذه الكبيرة كقائد، ومعاملته الخاصة لسي ممكن تسبب مشاكل سياسية. فتم إرسال سي للكنيسة لمدة شهر على أمل إن الإشاعات في الفرقة الثالثة اللي حصلت بسبب أريش تختفي تماما. سي نفسه شايف إن الصفقة مش وحشة، لأن تعاون الكنيسة هيساعده جدا في أبحاثه ودراسة سحر الانتقال اللي هيرجعهم بلدهم. في البيت سي لاحظ إن أريش لما بيسيب شخصية القائد في الشغل بيبقى شبه الطفل، وقرب منه واستخدم سحر علشان ينشف له شعره. أكد له إنه مش زعلان، لكن مش فاهم ليه سي دايما بيروح أماكن خطيرة عليه. زي ما قال قبل كده الكنيسة محاطة بحاجز خاص، والصلاة هناك نفسها بتطلق طاقة سحرية، وده بيخليها بيئة معادية لسي زي غابة الشياطين تقريبا. ومع ذلك ما كانش عنده اختيار غير القبول، فطلب من أريش يتأكد إنه يخلي باله من نفسه. 99% من شعب الروماني كانوا بيعبدوا إله معين، والكنيسة بتبعد نص ساعة بالعربية عن القصر الملكي. كان فيها حوالي 15 رجل دين، وحتى مع العاملين في دور الأيتام العدد أقل من 20. الكنيسة كانت كبيرة لدرجة إن جزء من إدارتها غالبا بيشتغل لجهات خارجية. سي دخل وهو متوتر، بس افتكر إن أريش حطله حاجز قوي المرة دي. قابل سيليو وعرف نفسه، لكن الولد كان بارد جدا وما كانش ناوي يساعده خالص. سي حاول يقابل القس أو مسؤول الحسابات، لكن سيليو قال له إن الكل مشغول. حتى لما قال له إنه جاي بأوامر رسمية من القصر محدش اهتم. واضح كده إن سي مش مرحب بيه خالص في الكنيسة. سيليو قال له بصراحة إن محدش هيتعاون معاه، فسي بيقرر يروح للمكتبة طالما مسموح له هناك إنه يعمل اللي هو عايزه. ولما مسك كتاب لاحظ إن الإدارة سيئة جدا، فبدأ ينظمها وراجع تقارير السنوات السابقة، لكن أغلبها غير واضح بسبب نظام المحاسبة القديم. سكوفيلد جاء وسأله بيعمل إيه، ولما فهم الموضوع اتصدم جدا وعرفه بنفسه كقس فرع العاصمة الملكية للكنيسة دي، وكان مسافر كام يوم ومش عارف إيه اللي حصل بالظبط. وقاله إن المكان ده فيه وثائق مهمة وممنوع الغرباء يشوفوها. ولما سيليو دخل القس المسؤول سأله هو مين اللي قاله يقابل سي، وبخه جدا لأنه أهمل توجيه سي الصحيح، ووضح له إنه كان لازم يقول له إن في مناطق ممنوعة في الكنيسة دي ولازم يعرفه. وقبل ما يمشي سيليو قال لسي إنه هيبقى بيراقبه من بكرة، وساب المكان وهو متعصب. لما سي رجع البيت أريش كان مستنيه عند الباب وبيقول له هو اتأخر كده ليه، لكن لما اتأكد إنه بخير مزاجه اتحسن وأخده علشان يروحوا يستحموا مع بعض، وده خلى سي مستغرب جدا. تجربته في الكنيسة ما كانتش مريحة، لكن هيرجع تاني علشان يشوف شغله. شكر أريش على الحاجز ووعد يرجع
بدري من بكرة. مش بس أريش اللي كان قلقان عليه، كل القصر كانوا قلقانين على سي، وعلشان كده لازم يرجع دايما بالسلامة. المرة دي سي مش لوحده أبدا، أريش فعلا بيحاول يدي سي مكان ينتمي ليه في العالم ده لحد ما يرجع. سيليو اتريق وما كانش مبسوط خالص ان سي رجع النهارده، ورغم ان أريش حاطط عليه حاجز سحري، سي حس بطاقة سحرية بتخنقه موجودة حواليه النهارده. سيليو كان متضايق ان سي بيزود عليه الشغل، مع ان المفروض يعني دي تبقى جملة سي اصلا. لو فرع الكنيسة سلم تقرير الايرادات والمصروفات في ميعاده ما كانش هيبقى فيه تحقيق من اساسه، لكن سيليو واضح انه مش فارق معاه، وكان شايف ان الكنيسة فوق سلطة المملكة اصلا. سي اتصدم من التفكير ده، خصوصا ان الكنيسة هي الديانة الرسمية وبتاخد دعم مالي من الدولة، وبصراحة لو سي هو الحاكم كان هيقطع التمويل ويرجعهم للفقر تاني. سي طلب يقابل مسؤول الحسابات الكنيسة، واتفاجئ ان الشخص اللي عايز يشوفه ده مش موجود مرة تانية، كان مسافر اجتماع مع الاسقف في مدينة تانية، ودي كانت تاني مرة اسم الاسقف ده يظهر قدامه. فسي حس ان في حاجة مش مظبوطة. سي اتعود على اجواء القصر، لكن الكنيسة كان احساسها مختلف تماما، وفجأة حس بصداع شديد. وسيليو شرح ان في حاجز سحري حوالين التماثيل علشان محدش يبوظها. سي فهم انه لازم ياخد باله. سيليو وقف بفخر وبدأ يشرح تاني، واضح انه بيحب الكلام جدا لأي موضوع يخص الكنيسة. جرس الكنيسة رن، الكلام ده معناه انه وقت الغدا، وسيليو عرف انهم مضطرين يضيفوا سي بما انه موجود معاهم، لكن سي كان مجهز غدائه بنفسه. فسيليو خرج وهو محرج جدا. بعد الغدا القس سكوفيلد لقى سي شغال، وخرجوا يتمشوا في حديقة الزهور اللي القديسة القديمة اللي قبل يوا يعني عملتها قبل كده. كانت مؤمنة ان الزهور بتهدي القلب، وكانت بتعتني بالحديقة بنفسها. سي افتكر انه قرأ انها بعد ما خلصت مهمتها بقت راهبة على اطراف المملكة، واضح انها استقرت في الكنيسة دي بعد ما انهت واجبها. فجأة القس انحنى قدام سي وشكره على مجهوده مع القديسة لإنقاذ المملكة. سي قال له الموضوع مش عظيم كده، وانه مجرد شخص عادي جه بالصدفة مع القديسة يوا، لكن القس اعتبره وحي الهي من الاله بتاعهم. وسي بدأ يحس ازاي الواحد ممكن يتحط عليه عبء وتوقعات كبيرة غصب عنه. في مكتب المحاسبة بلانك كان مريح خالص لانه فاكر ان سي مش هيرجع لمدة شهر كامل، واتفاجئ لما سي ظهر وراه فجأة، رغم ان النهارده اجازة سي الا انه كان جاي يخلص الشغل المتراكم. بلانك سأله لو مسموح انه يعرف أريش ان هو موجود دلوقتي، وسي اتعصب جدا، بس بلانك كان قلقان لو أريش هيكتشف السر ده، لكن سي قال ان عمره ما هيكتشف لان أريش عمره ما بيروح الكافيتيريا لوحده. بلانك استغرب الاكل اللي سي اختاره، لكن سي قال انه بيقوي تحمله تدريجيا للطاقة السحرية. بلانك شرح ان كل المواطنين بيروحوا الكنيسة من وهم عندهم 6 سنين، وبيعملوا احتفال هناك لما بيكملوا ال 18 سنة، وكمان بيقدموا تبرعات في الأعياد الموسمية. علشان كده الكنيسة أقرب للناس من القصر الملكي. النبلاء أصحاب الأراضي بيدعموا كنائس مناطقهم، والباقي بيدعموا كنيسة العاصمة. سي افتكر إنه شاف أسماء عائلات نبيلة كتير في سجل الزوار بتاعة الكنيسة. واضح إن مناصب كتير في الكنيسة اللي ماسكها هم النبلاء، واللي بيشتغلوا في الكنيسة لازم يكونوا يا إما خارجي دار الإحسان اليتامى يعني، أو نبلاء بطاقة سحرية عالية، علشان الطقوس والآثار المقدسة محتاجة الطاقة دي. وده فسر ليه سي كان متضايق هناك. المكان مليان طاقة سحرية، ولولا حاجز أريش كان ممكن ينهار من أول يوم. القس لقى سي شغال لوحده تاني، معناه إن سيليو سابه تاني وقت الغدا، وشرح إن سيليو عنده عقدة نقص تجاه النبلاء وموظفي القصر. وسي فهم إن الكنيسة غالبا عندها مشاكل سلبية قوية جدا تجاه القصر الملكي. معظم المتدربين في الكنيسة كانوا من عامة الشعب أو بدون عائلات، وعندهم رفض غريزي لأي حد من القصر. القس كان عايز يدي سي مرشد تاني، لكن ما قدرش يخالف أوامر الأسقف الكبير بتاعهم، واللي أمر سيليو يكون المرشد بتاع سي. الكنيسة شغالة طول السنة وحياتهم كلها مرتبطة بالشغل فيها، والنشأة في بيئة مغلقة كده من صغر السن يعني طبيعي تخلي فيه أفكار متحيزة. في الحديقة القس عرف إن سي مفيش عنده مقاومة للطاقة السحرية، وعلشان كده مش قادر ياكل أكل الكنيسة، حتى السحر المقدس والعلاج بيأثروا عليه بالعكس. فالقس شافه كأنه تابع بيعترض لاختبار إلهي. وسي يفتكر إنه لو ما خدش باله ممكن يلاقي نفسه بيتدرب كراهب هو كمان. بعدها راح قسم أبحاث السحر، لقى إيست نايم على الأرض وجاي ياخد تقرير عن تعويذة الرجوع للعالم الأصلي. زمايل إيست انبهروا بسي جدا، حتى هم مش بيفهموا إيست أغلب الوقت، لكنه كان بيدون بسرعة جدا. سي عرف إنهم ناقصهم ناس وفلوس لشراء الأدوات المطلوبة، وإيست طلب منه يجيب أثر مقدس من الكنيسة، بس ده طبعا مستحيل. يوا القديسة قابلت سي بسعادة وهو ماشي، لكن الأمير يوريوس ما كانش متحمس إنه يشوفه خالص. يوا كانت فرحانة إنه بيشتغل في الكنيسة، وقالت إنها كمان بتروح هناك علشان تعالج المرضى، وقالت إنها بتحب سيليو جدا وبتشوفه طفل جميل وطيب. الاتنين اتصدموا من الكلام ده. الأمير يوريوس
يوريوس قال لها إنها كقديسة مش محتاجة تشتغل، لكنها كانت عايزة تساعد بنفسها. جريت بعيد لما فضل يزن عليها، لكن يوريوس قرر إنه مش هيسيب سي يمشي بسهولة. وأثناء شرب الشاي اشتكى إن يوا مش معتمدة عليه وبتعتمد على شخص ضعيف زي سي. وسي فضل ساكت لأنه شايف السبب واضح قدام عينيه، وقال إنهم يمكن بيبعدوا عن بعض بسبب اختلاف القيم ما بينهم. يوريوس استغرب لأنه كان فاكرها من عيلة نبيلة زيه، لكن سي شرح إن نظام الطبقات في بلده اتلغى من زمان. ورغم كده الأمير يوريوس شايف إن القديسة لازم تتعامل معاه برعاية خاصة، لكن سي قال إنها بتحاول ما تبقاش مدينة لحد، هي عايزة ترجع لعالمها، لكن المملكة عايزاها رمز سياسي ودبلوماسي هنا. الأمير يوريوس ما كانش راضي بالكلام ده خالص. سي حاول يروح المكتبة، لكن القائد بتاع الفرقة الملكية التانية وقفه، طلب منه يتوسط بين يوا والأمير يوريوس، لكن سي رفض، يصلح بينهم في الخير يعني. رودا شاف سي ماشي واتفاجئ بظهور القائد أريش فجأة. أريش سأله ليه جاب سيرة سي، فقال إنه بس بيسأل لو هيشارك في الحملة الجاية. وقبل ما يمشي أريش قال له محدش ينادي سي باسمه الكامل غيري أنا، وخلاه يناديه باسم عيلته اللي هو كوندو. رودا فهم إن الموضوع مش مجرد حماية، أريش فعلا بيحط سي في المقام الأول، وعيشتهم سوا دلوقتي بتأكد ده. وكان بيحسب إنه الحب الأول بالنسبة لأريش. في البيت سي رحب بأريش اللي راجع بدري، وكان بيفتكر إن كبير القصر اللي هم عايشين فيه مع بعض رباه تقريبا زي أبوه. سي كان متوتر يعرف الخدم شايفينه إزاي. لما رحب بأريش، أريش سأله هو كان بيعمل إيه بالظبط. سي اتضايق وقال إن هو المفروض يرحب بيه الأول يعني. أريش زعق له وقال إن هو مدمن شغل، مفيش وقت للترحيب خالص. فسي قرر مش هيرحب بيه تاني. أريش لمس وشه وابتسم بلطف، والخدم كانوا بيتفرجوا بسعادة. سي اتكسف ولف وشه، لكن أريش غير الموضوع وقال له إنه معاه أوراق الحملة الجاية. سي قعد وهم بيراجعوا الملفات مع بعض. اتكلموا عن نقص السحرة في المملكة لأن أغلبهم مشغولين بغابة الشياطين لتنفيذ خطة سي. أريش شرح إن الأطفال أصحاب الطاقة الكبيرة بيتعبدوا في الكنيسة علشان طاقتهم ممكن تخرج عن السيطرة، وبدأ يحط حاجز سحر جديد على سي. سي قال له إنه تقيل جدا، لكن أريش طمنه، ولما ناداه باسمه اللي هو سيتشور يعني، سي احمر خجلا. وأريش قال له إنه شايف إن وزنه ازداد شوية. الحملة الجاية بقى بعد 6 أيام ولسه في شغل كتير جدا. سي حاول يركز، لكن تفكيره كان رايح للي حصل الليلة اللي فاتت مع أريش. عرف إن أريش ذكي بطبيعته وسريع الفهم، وكان واضح إنه بيتلاعب بنقطة ضعف سي اللي هي كراهيته لإضاعة الوقت. وسي حس إن أريش مزعج فعلا لأنه لسه مش قادر يواجه مشاعره الحقيقية. مرة تانية سيليو بالكاد قدر يخبي ضيقته من منظر سي جوه الكنيسة. اشتكى من انه مش قادر ينجز اي شغل طول ما سي موجود حواليه، بس من ناحية سي ما كانش هيتضايق لو اتساب لوحده هو كمان. بس واضح ان سيليو قرر يراقبه بجد المرة دي. وبعد شوية واحد من زملاء سيليو وصل وطلب منه يروح يساعد في دار الايتام، وهو بيتذمر انه مش فاهم ليه لازم يساعد واحد جاي من عالم تاني. وسيليو ساب سي وراه ومشي. بعد كده في المكتبة سكوفيلد سمع سي وهو بيشرح اللي حصل، وعرض انه يروح يجيب سيليو بنفسه، وطلب من سي يرجع الأوضة التانية، لكن سي أصر يروح معاه لدار الأيتام بحجة إنه عايز يتحقق من المصاريف هناك، وبحجة إنه مش لازم يبعد عن سيليو كده يعني. دار الأيتام كان فيها 28 طفل. سي عرف المعلومة دي من مستندات المفروض ما كانش يقرأها، كانت موجودة في المكتبة. سكوفيلد زعل جدا إن سي وصل للمعلومات دي، بس الموضوع باين عليه فضول طبيعي أكتر من إنه نية وحشة. سكوفيلد شرح إن الكنيسة بترعى الأطفال لحد ما يتموا 12 سنة، بعد كده يا إما بيتدربوا علشان يبقوا رهبان أو يدخلوا شغل مدني. كتير من اللي ما عندهمش عيلة بيبقوا متدربين عند صنايعية. سي يستغرب إنهم مش بيشجعوهم يستغلوا طاقتهم السحرية. سكوفيلد وضح إن كتير من الأطفال عندهم صعوبة يسيطروا على سحرهم، علشان كده كتير منهم اتفصلوا عن عيلتهم، والكنيسة بتدربهم يكتموا أو يتحكموا في قدراتهم علشان يعيشوا حياة عادية. لما سي حس بقوة سحر سكوفيلد من خلال الحاجز بتاعه قرر ما يسألش أكتر، لكن سيليو شاف سي في دار الأيتام، طلب يعرف هو بيعمل إيه هنا. سي رد عليه بهدوء إن كده المراقبة عليه هتكون أسهل لو كان في مكان واحد معاه. سكوفيلد نصح سيليو يبلغ عن أي حوادث تانية. من تعبير وش سيليو الموضوع كان عادي، والإبلاغ ممكن يجيب مشاكل أكتر. بعد شوية يوا القديسة جريت عليهم، كانت بتتطوع في دار الأيتام، وسي اتصدم إنه شافها بتشتغل شغل زيادة، ده غير دورها كقديسة في القصر. سيليو كان متفاجئ أكتر إنهم بيتكلموا، كان فاكر إن سي بيحاول يقلل من مكانة القديسة. سي أخيرا فهم إن ده له علاقة بالخطة اللي بيتكلموا عنها لإلغاء نظام القديسة، وده يفسر ليه طاقم الكنيسة كانوا مش ودودين معاه أبدا. مع
ومع ذلك يوا اعترفت انها مش هتتضايق لو النظام اختفى، هي تفضل ترجع لبيتها احسن. واتكلمت بحزن عن الاطفال دول اللي مش مسموح ليهم يروحوا المدرسه وبيقضوا ايامهم في الشغل والتنظيف. المستقبل بالنسبه لهم ما كانش مبهر ومبشر خالص، ورغم انها فاهمه ان مش كل الناس تقدر تاخد تعليم رسمي، بس كان قاسي ان الاطفال دول يخسروا فرصه التعليم علشان ما عندهمش عيله او علشان اتولدوا ايتام. سي حذرها من مقارنه العالم ده باليابان، بس مع ذلك اهدار المواهب البشريه بسبب الولاده او الظروف اللي اتحط فيها الطفل خساره لاي دوله. تجاهل القدرات السحريه دي كان اهدار كبير. يوا سالت لو يقدروا يعملوا حاجه للاطفال دول. سيليو اعجب جدا بطبيعتها، لكن اصر ان دار الايتام ما عندهمش لا فلوس ولا وقت. بس يوا عارفه ان سيليو كان عنده احلام من زمان وغلط يسيب الامل خالص. سي اقترح حل تدريجي، التغيير مش هيحصل في يوم وليله، لكن ممكن ياسسوا مدرسه خاصه صغيره جوه الكنيسه، وبكده التعليم هيكون متاح وهيحصل تحسن في ثقه النفس للاطفال دول، وكمان هتجذب متعبدين اكتر للكنيسه. والحصص ممكن تبقى بنظام ورديات علشان الاطفال يشتغلوا ويدرسوا في نفس الوقت، والكتب ممكن يتشاركوها مع بعض لتقليل التكاليف. وهو بيشرح افكاره حاجه لمعت في عين سيليو وهي الامل. كمان اقترح انهم يدخلوا العيله المالكه وانهم يعملوا لهم منح دراسيه لدعم الاطفال الموهوبين لصالح المملكه. سيليو هو كله حماس جري يسال الاطفال عن رغباتهم. بعد كده سي قابل كبير المحاسبين واكد ان الاسقف ومحاسب الكنيسه كانوا مسافرين حاليا. ده خلى مراجعه الحسابات اسهل، ومن كل اللي جمعوا كان في علامات اختلاس، بس موظفين دار الايتام والمتدربين ابرياء. كبير المحاسبين قال ان سكوفيلد مشهور مش بس بنسبه القوه وطاقته السحريه الكبيره، لكن كمان بايمانه الثابت، وده بيخلي النبلاء صعب جدا انهم يرشوه او يتحكموا فيه. الطاقه السحريه بتورد القيم، والاطفال اللي بيتولدوا بطاقه زياده غالبا بيتدربوا في الكنيسه علشان يتحكموا فيها. كبير المحاسبين كان مبسوط ان سي بقى عنده مقاومه للسحر، وكمان بقى كويس جدا مع الناس لدرجه انه خلى سكوفيلد يحبه ويسمع مقترحاته. بس في الحقيقه سي كان حاسس ان اريش ربطه بسلاسل وهو السبب في انه بقى عنده مقاومه للسحر. ناس اكتر بدات تلاحظ تعلق اريش بيه، وكبير المحاسبين حذر سي انه لازم ياخد باله من الموضوع ده. ولما سي شرح خطته للمدرسه الخاصه داخل الكنيسه، كبير المحاسبين مدحوا على نظرته المستقبليه ووعد يجهز دراسه اقتصاديه وينفذ الخطه بتاعته. بعدين ساله بصراحه هو ناوي يعمل ايه في المملكه، لكن سي ما كانش عنده اي رد خالص، هو بس كان عايز يسهل اداء واجباته. كبير المحاسبين ضحك وقال له يا خساره لولا اريش كان خده هو علشان يعيش معاه. في الممرات سي اتفاجئ لما اريش قرب منه بملامح جديه. اريش اصر انهم يجهزوا حواجز اقوى لسي علشان هو قريب هيسافر الحمله بتاعتهم. رغم ان سي ما كانش عايز خالص، لكن اريش كان فاضي اليوم اللي بعده وما كانش ناوي يضيعه ابدا. شال سي زي الاميره، وسي طلب منه يخلوا الموضوع سريع علشان عنده شغل. اريش تجاهله تماما وعمل اللي عمله. صباح يوم السفر اريش سرح شعر سي وهو نايم، وقبل ما يمشي وصى الخدم يهتموا بيه ويخلوا بالهم منه. الخادم اللي ربى اريش كان متفاجئ جدا بالاهتمام ده، واكد له انه هيرجع يلاقي سي بامان. وقبل ما اريش يمشي سي جاء وجري عليه علشان يودعه، وطلب منه ما يتصبش لان المفروض اريش خلاص رايح لحمله التطهير مع القديسه، ووعده انه هيستناه في البيت. واريش قال لسي انه هيرجع له سليم وانه ما يقلقش عليه ابدا. في الكنيسه سي اخيرا قابل الاسقف اللي اسمه ماتيوس ومحاسب الكنيسه اللي اعتذر عن تاخير التقارير الماليه. ماتيوس لمح بشكل غير مباشر ان سي السبب في زياده الشغل. بهدوء سي قدم فكره فتح مدرسه للايتام باسم القديسه يوا. سكوفيلد اتحمس جدا لان في تبرعات اكتر وهيبه اعلى هتيجي للكنيسه. سي راقب ردة فعل الاسقف بعنايه، ان كل اللي كان همه الفلوس اللي جايه والتبرعات. الايام عدت، وفي اليوم السابع العصر من الحمله اللي كان فيها اريش، الكنيسه انفجرت حماس لما نعرف ان القديسه نجحت في تطهير الارواح الشريره. وسي رجع البيت على طول، وهناك عرف ان رغم ان الحمله خلصت بسلام، بس اريش اضطر يتاخر شويه في الحمله علشان واجههم قطيع وحوش قريب من المملكه. الخادم ادى لسي رساله وكانت مكتوبه من اريش، وبيطلب منه ما يرهقش نفسه ويهتم بنفسه، لحد ما سي قرأ سطر لفت نظره جدا: اتمنى تنام وروحي معاك. الروح بتمثل اعمق مشاعر اريش. بمعنى تاني اريش كان بيقول له اتمنى تنام وانت بتفكر فيا جنبك. وش سي احمر جدا اول ما استوعب المعنى. بعد 3 ايام من رجوع حمله التطهير، واللي زي ما قلنا اريش لسه بيحارب الوحوش هناك، يوا قابلت سي وشكرته على المجهود الكبير وبسحره وجماله اللافت. وسكوفيلد شكر القديسه بشكل خاص على مجهوداتها هي كمان، وده خلاها تتلخبط قدام وسامته. وبعد كده الثلاثه راحوا لحديقه الزهور علشان يتكلموا، وسيليو سمع لاول مره ان مقاومه سي للسحر
السحر ضعيفة جدا، والصدمة الأكبر كانت لما عرفوا إنه سي ممكن يموت لو امتص كمية كبيرة منها. أما عن أخبار الحملة بتاعة التطهير، يوا قالت إن مفيش تغيير في الحملتين الأولى والتانية، لكن بعد ما الأرواح اتطهرت النور نزل على الشجرة وبدأت البراعم تطلع منها، وده دليل على التطهير الكامل للمكان. وكمان اتسجل إن مستوى الأرواح الشريرة بقى أقل من الطبيعي. ولما السحرة فحصوا المنطقة لقوا آثار أقدام لوحش، وده كان نفس الوحش اللي أريش راح علشان يقضي عليه. حتى سي فهم إن الأفضل لأريش إنه يفضل هناك بدل ما يرجع دلوقتي، لكن رغم كده قلقه كان بيزيد عليه جدا. صحيح إن مهمته هو إنه يحمي المملكة، بس سي افتكر الرسالة اللي جات له من أريش واللي قال له فيها إن مطاردة الوحوش هتاخد وقت أطول شوية، لكن مفيش داعي للقلق، وكل اللي على سي يعمله إنه يهتم بصحته. سي كان عارف إن أريش راجل ذكي وموهوب، ورغم إنه دايما هادي وجميل وطريقته في الكلام تخليه باين إنه ناضج، إلا إنه في البيت كان عامل زي الطفل، ولو ما حدش اهتم بيه كان بيزعل من سي جدا. ولما الخادم اللي مربيه كان بيوبخه كان دايما يبان عليه الندم، ولو في شغل مش عايز يعمله كان دايما بيعمل حجة إنه لازم يعمل الحاجز السحري على سي عشان ما يعملش شغله، كأنه بيتهرب من الشغل. علشان كده خد مهمة القضاء على الوحوش فجأة، وسي كان عارف إن أريش كان بينبسط لما بيقول له أي حاجة حلوة أو بيمدحه. ودلوقتي بعد ما افترقوا لأول مرة من وقت طويل، سي بقى يتساءل هو ازاي كان عايش أصلا قبل ما يقابل أريش. تاني يوم سي بيقابل سيجما الولد الغلبان البياع في السوق، بس سيجما كان عنده مشكلة لأن صاحب الشغل بتاعه اتصابت إيديه، فبقى بيدور على شغل. وسي شاف إن دي فرصة كويسة وطلب منه يعمل آلات حاسبة أكتر لأنه محتاج 30 واحدة، وكمان سأله لو فكر يدخل مدرسة قبل كده. بعدها راح عشان يقابل إست اللي سأله إذا كان جاب أثر مقدس معاه ولا لأ. إست قال إن الآثار المقدسة فيها الطاقة السحرية، وده صدم سي لأن كده معناها إن الآثار دي أدوات سحرية. إست قال إنه شاف آثار من الآثار السحرية دي قبل كده، وقال كمان إن الناس بتصلي ليها لما يتموا 6 سنين، وبحسب كلام كبير المحاسبين الأطفال بيتدربوا يقللوا طاقتهم السحرية في الكنيسة، وإن الكنيسة عندها مكان معين فيه الآثار السحرية دي، المكان ده بيتم جمع الطاقة فيه من الأطفال دول. فسي بدأ يتساءل هي الطاقة دي بتروح فين بالظبط، وحس إن في حاجة غريبة وقرر يبدأ يحقق في الموضوع. بعد شوية يوريوس قرب من سي وبلانك وقال إنه عايز يتكلم معاهم، لأنه سمع إن سي اتكلم مع القديسة فترة طويلة وكان عايز يعرف التفاصيل. فسي اداله الأوراق الخاصة بمشروع المدرسة الصغيرة اللي هيعملوها في الكنيسة الأطفال الميتم. يوريوس شاف الفكرة عظيمة، لكن زعل شوية إن القديسة يوا ما قالتلوش عنها، لكن قائد الفرقة الملكية التانية أقنعه إنها أكيد كانت عايزة تقوله بعد ما الخطة تكتمل. الأمير اقتنع بالكلام وفرح جدا، وسي استغل الفرصة وقال له يمول المشروع من فلوسه الخاصة بدل ما ياخد الفلوس من خزينة الدولة، علشان ده هيخليه يبان قدام القديسة يوا أكتر اعتمادا عليه ويكسب إعجابها. والأمير يوريوس اتحمس جدا ووافق فورا، وسابهم بسرعة علشان يقابل يوا ويقول لها على القرار بتاعه. يا سلام، الحب بيخلي الناس تتحرك بسرعة. لكن قبل ما يخرج بصلهم بنظرة شك. بعد شوية قائد الفرقة الملكية التانية ادى سي سلة حلويات علشان يوزعها على موظفين المحاسبة، وقالوا انها هدية من الامير يوريوس. لكن سي ما كانش مصدق قوي، ورغم ان الامير يوريوس معجب جدا بالقديسة، قائد الفرقة الملكية التانية قال له ان يوريوس يكون ولي العهد، وان في الحقيقة يوريوس وبلانك اخوات، لكن بلانك ابن غير شرعي للامير وتم تبنيه من اب تاني اللي هو ابوه اللي بيربيه حاليا. ولما شاف الحلويات قال انه كان بيحبها من وهو صغير، وده معناه ان يوريوس فاكر كويس اخوه بيحب ايه. بعد كده سي عرف معلومات اكتر عن الاثار المقدسة، وبلانك قال له ان قدرة الاثار على امتصاص الطاقة السحرية سر يعرفه العيلة الملكية والاسقف بتاع الكنيسة اللي هي الأوضة اللي قلنا عليها قبل كده، وده يعتبر سر كبير من اسرار الدولة. الطاقة السحرية دي بتستخدم في الحاجز اللي بيحمي المكان والمملكة كلها، والحاجز ده مميز لانه يقدر يصد الهجمات السحرية اللي جاية من دول او ممالك تانية. وسي فهم ان الحاجز محتاج طاقة سحرية باستمرار، وعلشان كده الكنيسة بتجمع طاقة صلوات الناس في الآثار المقدس اللي موجود فيها وبتحولها لطاقة سحرية. وبعد بحث طويل سي اكتشف 3 حاجات. أول حاجة إن الكنيسة بتجمع الطاقة السحرية من صلوات الناس وتخزنها في الأثر المقدس الأوضة اللي احنا قلنا عليها قبل كده. تاني حاجة إن الطاقة دي بتستخدم في الحاجز اللي بيحمي العاصمة أو المملكة اللي هم فيها. تالت حاجة بقى المملكة بتدعم الكنيسة علشان الكنيسة بتوفر لها طاقة سحرية من عندهم، وكمان جزء من الطاقة دي بيتم استخدامها في استدعاء القديسة من عالم تاني، لكن مفيش سجل واضح بيوضح الكمية بتاعة الطاقة اللي هم استخدموها في العملية دي. وبما ان الموضوع فيه فلوس وتكليفات سي قرر يدور اكتر. تاني يوم لما قابل سكوفيلد كان شكله شاحب ومتعب جدا، وفجأة بدأ يشوف صورة أريش مكان سكوفيلد، وفي اللحظة دي يوا والأمير يوريوس وصلوا، وكان الأمير لابس لبس غريب شوية. وبحماس يوا القديسة قالت ان الأمير هيساعدهم في دعم المدرسة، ويوريوس كان جاي يزور الميتم بشكل سري. وكما توقع سي الرجالة لما بيحبوا بيتحركوا بسرعة، لكن لما وصل للميتم سي اتفاجئ لما شاف سيجما هناك، ودي كانت حاجة كويسة لأن وجوده ساعدهم يشرحوا المشروع أكتر لسيليو اللي اتصدم لما عرف إن سي وظف سيجما حرفيا من الشارع. وسكوفيلد قال إن دي طبيعة سي وإن الأفضل يحكم بنفسه مش بكلام الناس. والمفاجأة
فجأة إن إست ظهر هو كمان وقال إنه جاي للصلاة، أو بمعنى أصح جاي علشان يراقب. كان عايز يعرف الإمدادات اليومية اللي بتوصل للأثر المقدس اللي موجود في الكنيسة. وسي عرفه على سكوفيلد، لكن لما شاف إن إست مش فاهم حتى إزاي يتصرف باحترام في الكنيسة، سي تخيل قد إيه زولتن تعب معاه لأنه بيشتغل عنده. بعد كده يوا القديسة طلبت تصلي معاهم لأنها عادة بتصلي لما بتيجي تساعد في الميتم بس. لكن لما يوريوس سمع الكلام مسكها فجأة وعينيه كانت مليانة خوف عليها، لكنه سكت ومعرفش يقول حاجة، لأن خارج التدريب بتاع تطهير الأرواح كانوا دايما بيحاولوا يخلوا يوا القديسة تستخدم أقل طاقة سحرية ممكنة، ومع ذلك الكنيسة كانت عمالة تسحب منها الطاقة السحرية، وده أكيد هيأثر على التطهير بعدين. ومن رد فعل يوريوس واضح إن العيلة الملكية ما كانتش عارفة الموضوع ده، وسي طلب من يوا تفضل مع الأمير وتوريه المكان وتاخدوا جولة حوالين الكنيسة. أما هو فقال لسكوفيلد إنه عايز يشوف الأثر المقدس، لكنه رفض تماما وقال إن الغرباء لازم ياخدوا إذن من الأسقف قبل ما يدخلوا الأوضة دي. فسي طلب منه يجيب الإذن بسرعة، أما إست فمفيش حاجة تقدر توقفه لأنه ده مخصوص علشان يشوف الأوضة دي. فسي طلب من سكوفيلد يجيب الإذن بسرعة وهو هيحاول يعطل إست شوية. ولما دخل غرفة الصلاة الخاصة سكوفيلد انبهر بجمال الأثر المقدس، لكن بالنسبة لسي كان شكله مرعوب والأوضة دي مسببه له ألم شديد. وفي نفس الوقت أريش رجع، ولما عرف إن سي راح لغرفة الصلاة اللي فيها الأثر المقدس قلق عليه جدا. وفي غرفة الصلاة سكوفيلد افتكر لما كان طفل وما كانش قادر يتحكم في طاقته السحرية، وده خلاه يصدق إنه ابن الشيطان ذات نفسه. لكن لما جابوه لغرفة الصلاة دي وصلى للإله بتاعهم قدر يتحكم في طاقته، ومن ساعتها حلف يخدمه طول حياته. في الوقت ده سيجما لاحظ إن طريقة الصلاة مختلفة، وإست لاحظ ده كمان. الطريقة دي بتمتص طاقة سحرية كتيرة، وده ممكن يلخبط دوران الطاقة في الجسم ويخلي الأطفال يفقدوا السيطرة. وفجأة إست حس بطاقة الطفل قربت تفيض، فحاول يوقفها لكن كان فات الأوان. وفي لحظة الطاقة السحرية انفجرت واتجهت مباشرة نحو سي. ولما أريش سمع الانفجار عرف إن في حاجة فظيعة حصلت. يا ترى سي هيعرف ينجو؟ واضح إن الكنيسة كانت فعلا بتعمل حاجات مشبوهة. هو انتوا شفتوا وش الطفل اللي كان بيصلي كأن روحه بتتسحب منه؟ أول ما التراب هدى سكوفيلد كان موجود وبيحمي سي لأنه لحقه في آخر لحظة. بغض النظر عن كده سي فقد الوعي، ولما فحصوا لاحظ إن الحاجز بتاعه اختفى وعمل كده مع سي، وده خلى الباقيين يتصدموا جدا من الحركة دي. هو فاكر إن البوسة دي هتعمل له إيه بالظبط؟ ما علينا. سكوفيلد كان عايز ياخده للعيادة، بس حذره إنه هيموت لو حصل كده. قال لسكوفيلد إن الحل الوحيد إنه يعمل مع سي نفس اللي أريش بيعمله. سكوفيلد احمر وشه جدا وما كانش مستعد أبدا إنه يسمع الكلام ده. هو كان حاطط حاجز سحري قبل كده على سي من غير ما يعرف، لأنه عارف إن سي ما عندوش مقاومة. ومع إن سي كان بيعاني من مرض سحري حاد، سكوفيلد كان لازم يخليه يتأقلم مع الطاقة السحرية بسرعة باستخدام طريقة أريش. في اللحظة دي أريش ظهر وكسر الباب ورفض تماما إن الخطة دي تكمل. واضح كده إنه متعصب جدا. طلب من سكوفيلد يرجع له سي، بس الكاهن سكوفيلد رفض طلبه وقال له إنه سي مش محتاجه أصلا. وهنا سي فاق وكان مبسوط إنه شايف أريش كويس. الأمير يوريوس بعدها قال لسكوفيلد إنه ممكن يسيب سي لأريش، بما إن القائد أريش هو اللي بيتعامل معاه وعارف كويس إزاي يخليه يتعافى وصحته تكون أحسن. أول ما سي اتسلم بالعافية أريش جري بيه على طول، دخل مكتب سيرو وطلب يستخدم الأوضة اللي ورا. وحالة سي المرضية كانت واضحة جدا، بس برضه كان في احتمال إن الموضوع يكون فيه حاجة تانية. سيرو لاحظ إن أريش أخد كمية كبيرة من منشطات استعادة الطاقة السحرية بجد. تاني المنشطات دي حتى وهو تعبان كده اعتمد على الأدوية تاني. أريش تعب وحاول يستخدم طاقته السحرية كفاية لعلاج سي، بس ده كان هيستنزفه حرفيا. رغم إنه عارف كده كان مصمم يكمل. لما الطبيب سيرو خرج من الأوضة ما كانش قدامه غير إنه يتمنى إنه ما يبقاش متهور. الهوا حوالين سي كان ساخن جدا ورأسه سخن وجسمه كان بيوجعه من الألم جامد. ده فكره بوقت كان عنده فيه انفلونزا وهو صغير، ما خدش أي راحة لحد ما وقع من السخونة. حتى وهو مش قادر يروح المكتب كان لسه بيجيله شغل وكان بيفكر فيه، وسخونيته وصلت ل40 درجة. كان حاسس إن وعيه أضعف من ساعتها. كان حاسس بدفء مريح وإحساس هادي كأنه في حمام مية سخنة. الإحساس ده كان فاكره لما كان في حضن أمه وهو صغير، بس بيفتح عينيه وبيشوف أريش منور فوقه وهو بيوبخه. كل ده علشان تهوره وغضبه الزايد والإرهاق اللي بيحط نفسه فيه. أريش كمان كان زعلان لأن سي ما بعتلوش جواب وهو في الحرب، بس في نفس الوقت وأول ما رجع أول حاجة يشوفها إن سي واقع في حضن راجل تاني وهو ماسك وشه برقة ودموع في عينيه. سي قال الحمد لله على سلامتك. الكلام ده أثر في أريش فحضنه جامد جدا. بعد كده سي اتأمر إنه يفضل في المستشفى 3 أيام. في اليوم التاني
لسه ما شافش أريش. بلانك جه علشان يزوره، وأول حاجة سي طلبها إن بلانك يروح ويجيب له شغل. مش قادر يسيب الشغل خالص. سي افتكر إن سكوفيلد كان زاره قبل كده واعتذر له علشان عرض حياته للخطر، رغم إنه عارف إن مقاومة السحر بتاعته ضعيفة. سي هو اللي خد اللوم لأنه كان مجهد وكان تعبان زيادة عن اللزوم. بصراحة كان ممكن يموت لو سكوفيلد ما لحقهوش وحطله الحاجز، وعشان كده سي كان ممتن ليه جدا. بعد شوية فالتون جه يزور سي، قال إن أريش بيرتاح في القصر. تعب جدا بسبب استخدام كمية كبيرة من منشطات الاستعادة أثناء حملة التطهير وقتل الوحوش وعلاج سي. لما رجع الحاجات دي كلها تعبته جدا. سي كان مستغرب من الأول لأنه عادة أريش كان هياخده البيت ويراقب، بس دلوقتي كل حاجة بقت واضحة. فالتوم اللي عارف أريش من وهو صغير كان حاسس ناحيته زي الأب، وعشان كده كان مهتم بصحته قبل أي حاجة. ومن ساعة ما قابل سي أريش بقى أنشط ومليان حيوية ونشاط، والحياة بقت بتضحك بالنسبة له. فالتوم كان مبسوط إنه وقع في الحب، وطبعا سي هو اللي يرجع الحيوية دي لأريش. بس برضه فالتوم كان يفضل إن القائد يهتم بصحته أكتر من كده. سي اعترف إنه كان معتمد على أريش زيادة وده أثر على صحته. حملة قتل الوحوش دي كان مثال واضح على إن سي هو اللي حط أريش في خطر، وعشان كده اعتذر لفانتوم. الخادم فانتوم كان عارف إن أريش عمل كده علشان يثير اهتمام سي. فالتوم كان مصمم يحمي صحة أريش بأي ثمن من الأشكال، وسي لازم يفكر إن الناس كتيرة هتتأذى لو هو تعب وفضل راقد على السرير. تاني يوم سي بقى أحسن بكتير، وبحكم شغله الحكومي ما قلقش من فاتورة علاجه طول الفترة دي كلها. أريش جاي يشوفه بسرعة. بالنسبة لواحد كان مريض، أريش كان شكله كويس لحد ما. سي حس إن أريش سايبه في المستشفى علشان ما يشوفهوش بالحالة دي. بعدها إيست وسيجما دخلوا، وواضح إن إيست دعا سيجما يشوف قسم السحر، وكانوا بيشتغلوا سوا على أداة سحرية اتكلموا عنها. سيجما كان فرحان جدا، ما كانش متخيل الفرصة دي إنها تجيله أبدا أبدا. على الناحية التانية سي كان زعلان إن إيست سبقه مع موهبة سيجما دي، كان نفسه يخليه يشتغل في القصر أو في الحسابات، بس للأسف إيست وراله نموذج أول لجهاز بيقيس الطاقة السحرية. سي كان متحمس يسمع التفاصيل، بس أريش ما كانش هيسمح له يرجع الشغل. لحسن الحظ سيجما كتب ملخص بسيط للحاجات اللي استخدموها. سي حضنه بفرح شديد. أريش اتصدم وشاف سي بيهتم بحد تاني، وده كان صعب عليه جدا. وفي نفس الوقت سي كان محتار يحط سيجما في الحسابات ولا في السحر، وأريش مسكه ومنعه يشتغل تاني. الدراما كملت بقى لما سكوفيلد دخل وشاف اللي بيحصل. حاول يتدخل بس أريش زق ايديه، وسي قال له ما يقلقش، وفي الآخر سيرو هد أريش. سكوفيلد كان مبسوط إن سي بقى كويس، بس نظرات سي خلت وشه يحمر. قبل ما يمشي قال له يفكروا لو احتاجوا في الموضوع اللي اتكلموا فيه قبل كده. سكوفيلد قال إن الطاقة اللي هجمتهم ما كانتش مصادفة، وعرف ده من يوريوس. الدعاء اللي الأطفال قالوه كان مختلف وكان بيستهلك طاقة زيادة. إيست حاول يوقفه، بس حد عمل الانفجار عمدا وخلى الطفل يضرب سي، والشخص ده كان إيست. بصراحة أنا نفسي ما صدقتش لأنه كيوت قوي. سي شك إنه ممكن يكون بيغطي على سرقة فلوس مثلا، بس مفيش دليل. سكوفيلد كان بيحقق بهدوء ووعده يقول له كل حاجة عن الموضوع ده. في نفس الوقت إيست سلم التقارير وأنهى شغله في الكنيسة. الخدم رحبوا بسي وأريش لما رجعوا البيت، وبعدها قدموا لهم أكل خفيف والشاي. سي وهو باصص لأريش ما حسش بأي شبه بينه وبين سكوفيلد. ما كانش فاضل له شغل في الكنيسة ومش مضطر يروحها تاني. حتى كمان المدرسة يوريوس والقديسة يوا كانوا ماسكين المشروع. أما الفلوس فسي سلم التقارير وخلص كل حاجة، بس لسه مش فاهم هو ليه استهدف. بعد كده لاحظوا انهم خسوا شوية. سي كان بياخد راحته، بس أريش لا. لكن أريش قال له انه كويس واعتذر له وان مفيش اي حاجة خالص. سي كان قلقان عليه من زمان وعرض عليه يعمل اي حاجة علشان يشكره، مستعد يعمل اي حاجة حرفيا. طبعا ما عدا انه يسيب شغله. تمام نكمل. أريش طلب منه يغير طريقته في الكلام، يبقى ألطف معاه زي ما بيكلم سيجما، وهنا غيرته كانت واضحة جدا. سي حس ان قلبه بيدق، بقاله فترة كبيرة قوي ما حسش بالإحساس ده. وفي اليوم اللي بعده أريش كان بيزعق له علشان مش بياخد راحة، بس سي وافق يروح معاه علشان يرتاحوا وناداه باسمه، وده حسن مزاج أريش جدا. بلانكا حاول يمشي بس سي جرى وراه. في المطعم كبير المحاسبين جه وقعد، وأريش طبعا ما عجبهوش الكلام ده. كبير المحاسبين قال ان التقارير سليمة خلاص، وبكده مهمة سي خلصت، بس لسه في شوية شغل. هو عايز يستخدم المعلومات بتاعة الطاقة السحرية علشان يسيطر على الكنيسة. سي طلب راحة وقال انه مش فاهم سياسته، ووافق يسلم نتائج التحقيق، واي حد اسمه تشال القانون هيتعامل معاه. وقسم السحر بيطور جهاز لقياس الطاقة زي ما قلنا، لو نجح هيسلمه لكبير المحاسبين. وكبير المحاسبين مدحه وقال له لولا الوحش الاسود اللي لازق لك في كل مكان ده كان اخدتك عندي من زمان. والكلام طبعا على أريش. سي بيشتغل
باحتراف، بس المهمة دي مهتمة علشان حياته تعرضت للخطر، لازم يكتشف الحقيقة. وأريش وهو باصصله بغضب طلب منه يشرح كل حاجة حصلت. بعد أسبوع سي رجع للكنيسة علشان أمور تخص المدرسة الخاصة. سيليو كان هيوقفه وقال له لازم تاخد إذن، بس سي كان واخد الإذن بالفعل من الأسقف، ومع ذلك مش هيسمح ليه يعمل أي حاجة جوه غير لما سيليو يتأكد من سكوفيلد. أول ما دخلوا فريدريك رجع سي وقال إن سكوفيلد مشغول مع ضيف أهم، وكان بيقلل منه وبيقول عليه مجرد خادم وجاي يتابع من عالم تاني. سيليو دافع عن سي وقال له إنه بيشتغل بجد علشان يعلم الأيتام والأطفال العاديين ويوسع مداركهم، وكمان التميز على أساس الأصل أو النسب ممنوع جوه الكنيسة. ولما فريدريك اتقال عليه إنه بيخالف القوانين اتعصب وكان هيهجم، وفي اللحظة دي ظهر سكوفيلد. المفاجأة إنه كان مع أريش. لما شافوا أريش بيتعامل بلطف مع سي، سيليو وصديقه فريدريك اتصدموا وسكتوا. سكوفيلد قال إن شكل سي بقى أحسن بكتير، وطبعا ده بفضل مساعدته، بس أريش حس إن الشكر المفروض يكون ليه هو. وكمان لاحظ إن سي غير طريقته في الكلام معاه لأنهم مش في القصر. واضح إن سي كمان وعد إنه ينادي سكوفيلد باسمه زي ما عمل مع أريش. كان غريب إنه يتكلم رسمي مع كاهن ويبقى عادي جدا مع قائد في الجيش الملكي، بس سي كان شايف أريش صديق مقرب. سكوفيلد كمان كان عايز يبقى صديقه، بس سي فكروا إن فرق المناصب بينهم كبير، لكن كل البشر سواسية قدام ربنا، ومع ذلك أريش ما كانش هيسمح إن أي حد ياخد سي منه. بعد كده يوا ويوريوس ظهروا ومعاهم باقي الأطفال وكانوا رايحين يصلوا. يوريوس فجأة شد سي على جنب وسأله أريش بيعمل إيه هنا، بس سي قال له ده الموضوع طويل قوي. وبعدين سأله ليه يوا موجودة للصلاة. يوريوس قال إن في حاجة مقلقاه جدا، خصوصا بعد ما التطهير خلص هو بيراقبها وبيتأكد من كل حاجة. سي سأل لو ده له علاقة بالحاجز اللي عملوه في القرية. يوريوس استغرب إزاي عرف، بس طبعا بلانك هو اللي قال له. وكمان بس العيلة الملكية والأسقف هم اللي يعرفوا عن الطاقة السحرية اللي بتحافظ على الحاجز. الأمير يوريوس قال إنه مفيش أي أثر لطاقة يوا في الحوض المستخدم للحاجز. ساعتها فهم إن سي دخلهم في خطة، وفي الحقيقة سي عمره ما احترمه. سي قال إن في بلده بيقولوا وقت الحاجة استخدم أي حد حواليك حتى أهلك. يوريوس سأل لو كان ده مثل ياباني مثلا، ووافق عليه، وقرروا كلهم يكشفوا الحقيقة. لما وصلوا لغرفة الصلاة سي سلم أريش جهاز. الجهاز ده لقياس الطاقة السحرية. أعضاء الكنيسة اعترضوا وقالوا إن التجربة دي مش مناسبة، لكن ساعتها الأسقف جه مع كبير المحاسبين ووافقوا يعملوا الاختبار علشان يثبتوا إن مفيش حاجة مستخبية. وبموافقة ماتيوس الصلاة بدأت. بعد ما خلصوا سي عرض كمية الطاقة السحرية. أعضاء الكنيسة فضلوا معترضين وقالوا إن صلاتهم قربان للإله بتاعهم، بس سي وضح إن الطاقة دي بتستخدم للحفاظ على الحاجز اللي بيحمي العاصمة. كبير المحاسبين قال إن الأرقام الشهرية مظبوطة وماتيوس تفاخر، بس فرحته اختفت لما سي عرض قراءات آخر 3 أيام. سكوفيلد كشف أجهزة كانت بتقيس الطاقة سرا خلال ال3 أيام دول، والأرقام كانت أعلى بكتير من اللي مكتوب. ماتيوس اترعب ومعرفش يقول الطاقة الزايدة دي راحت فين. يوريوس كمان قال إن طاقة القديسة ما استخدمتش الحاجز، واتعصب وطلب يعرف الطاقة دي راحت فين بالظبط. سي عرض إحصائيات استهلاك الطاقة في الصناعات المحلية، ولما تحققوا مع الموردين لقوا في جهات مش موجودة أصلا، وكان في فرق بسيط، والفرق ده ما كانش متفسر. ماتيوس ما كانش فاهم حاجة. سي واجه سيبريانو وسأله الطاقة دي بتروح فين، وهنا ظهرت الحقيقة. سيبريانو قال إن ميركي هي الإله الحقيقي، وإن الإله اللي هم بيعبدوه ده ولا حاجة، هو كان كافر. ميركي هي الإله من الشرق، وبيقولوا إنها إله التناغم وبتحمي من الأعداء وبتحميك من أي عوالم تانية. سيبريانو ما كانش طايق إن القديسة جاية من عالم تاني، وقال إن الإله اللي هم بيعبدوه ده شرير ومسؤول عن الأرواح الشريرة اللي في الغابة. سكوفيلد اتجنن من الكلام ده وخرجت منه هالة قوية، وسيبريانو طلع بلورة كان مخازن فيها الطاقة، ولما استخدمها أريش حمى سي، رغم إن سي ما كانش عايز أريش يتأذى، لكن البلورة ما انفجرتش ويوا قدرت تتحكم فيها بنفس الفكرة اللي سي استخدمها
استخدمها في غابة الشياطين. سبريان اتقبض عليه، وسكوفيلد قال ان الاله بتاعهم هو الصح، بس سي قال ان كل واحد حر يختار ايمانه بنفسه. حتى يوا قالت ان طبيعي يبقى فيه اكتر من اله وديانة. الكلام ده صدم الاسقف وما فهمش ايه علاقة كل ده بالتطهير. وكمان ماتيوس اتصدم، ومملكة رومانيا ما كانتش بتمنع الاديان. سي قال ان في اليابان ممكن يؤمنوا باكتر من اله، وبيؤمنوا بكل حاجة واي حاجة، استغفر الله العظيم يا رب. علشان كده متفتحين وما بيرفضوش اي حاجة. بس ده ما يمنعش معاقبة سبريانو بتهم اختلاس وتدمير ومحاولة قتل سي، وكمان خداع وخيانة العيلة المالكة. وتم نفي ماتيوس، وسبريانو اتحبس مدى الحياة. وبعد 6 أشهر سي قابل سيجما، وكان بيروح قسم السحر، وكمان بقى في المدرسة الجديدة. المدرسة كبرت بسبب الإقبال، ويوريوس ويوا بقوا هما اللي بيدوروها. وتعرض على سي وظيفة انه يكون مع الامير مباشرة، بس هو رفض. سي كان مشغول وساب بلانك يدرس رياضة، وسيليو اتضايق شوية بس فرح لما عرف ان سي هيجي. سي كان مشهور جدا، وكبير المحاسبين عرض عليه شغل تاني. سكوفيلد رجع بلده بس لسه عايز يخدم إلهه، وطلب من سي يزوره، بس سي ناوي يرجع اليابان زي الخطة اللي في باله. وفي العربية أريش قال له إنه سمع عن العروض اللي حصلت له، وإنه كل الناس طلباه علشان يشتغل معاهم. بس سي رفض كل العروض دي، وما كانش عارف يرد على مشاعر أريش. أريش اقترح يروحوا مدينة ساحلية لما الجو يبقى دافي، وقال إنه عايز يقضي وقت معاه أكتر. سي احمر وقلبه دق بسرعة، وهنا أخيرا عرف مشاعره للقائد أريش، ومسك وشه، وقرروا يتكلموا عن مستقبلهم طول الطريق. ولما رجعوا أريش عمل أكلة من بلده اسمها صعب شوية، وسي اتكسف لأن الحب مش بيتقال كده في بلده. بس أريش قال إن ده مش اللي شافه في الرسالة. سي اتصدم لأنه كتب رسالة وما كانش ناوي يديها لأريش، لكن أريش قرأها، والخادم فالتوم هو اللي اداها لأريش لما سي كان في المستشفى. سي اتكسف وطلبها منه، بس أريش رفض واحتفظ بيها. وهي دي النهاية. لو عجبتك القصة ما تنساش تعمل لايك للفيديو، وتشترك على قناة أنيموجي بالعربي، وتفعل زر الجرس علشان الفيديوهات اللي جاية ما تفوتكش. أشوفكم قريب. Let me down slowly, let me down.